وحدوه. هات يا مشاريب للقهوة كلها على حسابي. يلا. ايه جرى يا معلم؟ انت كل ما تتفلك ميت تيجي تعزم القهوه ولا ايه؟ اهلا وسهلا. ايه الموضوع بسرعه فيه ايه؟ الله مالك مسروع كده ليه؟ مش تشرب لك حاجه الاول وتاخد لك نفسين كده تعدل بيهم في دماغك علشان الكلام يحلاو. معلش يا معلم ابو سريعه، عايز اروح اشقر على اختي زهره بسرعه. اهو انت كده دست على نص الموضوع. دوست على نص موضوع ايه؟ وايه الموضوع التاني فيه ايه؟ الاول اختك ازاي؟ اختي الحمد لله، يعني بيقولوا كويسه وان شاء الله تبقى كويسه. انا كنت ناوي اروح ازورها النهارده واخد لها معايا شويه حاجات كده يعني. لا بلاش انت بالذات تزورها، بلاش عشان خاطري، اصل هم مانعين عنها الزياره. ان شاء الله لما تبقى كويسه ويسمحوا بالزياره ابقى اقول لك تروح تزورها. خير، ايه الموضوع؟ بقى خير في سلامه. وسلامه في ايه؟ مين سلامه ده يا معلم؟ ده انت ميح خالص. وسلامه في خير. فهمنا يا خله. مش فاهم، فهمنا اكتر. انا هاخد لك من الاخر. انا طالب القرب منك. ايه ده؟ انت عاوز تتجوز يا معلم؟ امك ايه؟ ما انا عندي زيها. انا طالب القرب من اختك ست الحسن والجمال. انت يا معلم، يا معلم وحدوه، انت عاوز تتجوز زهره اختي؟ ومالك كده زي اللي قرصتها عقربه؟ الله، وانا مش مال عينيك؟ مش بدل ما غريب يلهفها مننا. ايوه بس انت متجوز يا معلم. وماله؟ ما اختك كانت متجوزه الحاج فرج وكان معاه جثتين. انا بقى معايا جثه واحده، وإذا كانت عايزه تبقى فرداني انا مستعد اطلع حماتك. ايه بقى؟ شفت بقى انا شاري ازاي يا خله؟ طب وايه اللي خلاك تفكر في الموضوع ده يا معلم؟ اول هام اختك دي جمالها ما توصفش على حد ابدا. تاني هام فلوسها المتلتله اللي معاها دي تبقى لينا. ما تروحش للغريب ويبقى زيتنا في دقيقنا. زيتنا في دقيقنا ايه؟ احنا هنعمل قرص ونوزعها في الترب، وبعدين يا معلم احنا لازم ناخد رايها. الله، انت مش اخوها الكبير وانت كمان ولي امرها؟ من ناحيه اخوها الكبير اخوها الكبير، لكن هي ولية امري. الله يرحمك يا ماجد، كان بيهز الجو، طيار جريء وجامد بيخاف منه العو، صقر الصقور غرق في بحر البحور. الله يرحمك، اللي خلف ما ماتش، اللي خلف ما ماتش. ماما، الحاجة زهرة دلوقتي بقت كويسة؟ الحمد لله يا ابني، هي اللي شافته كان قليل. شفت الراجل المجنون؟ أنا راجل ده؟ الراجل حماية أبو سريع بتاع وحدوه. عمل حاجة معاك؟ قال إيه يا ماما؟ عاوز يناسبنا. يناسبنا؟ مش كفاية نسب القرف اللي شفناه؟ ما هو المرة اللي فاتت كانوا عاوزيني وخدوني، المرة دي عاوزين الحاجة زهرة. ليه؟ هو عنده ولد واحنا ما نعرفش؟ يا ماما افهمي بقى، ده عاوزها لنفسه. ايه؟ انت بتتكلم جد يا واد؟ ايوه يا ماما. ده يبقى اتجنن وتهفف نفوخه. زهرة بنتي تتجوز الحنوتي؟ لا، ده يبقى هو ومراته متفقين على كده. لا يا حبيبتي، مش متفقين على كده. هو عنده استعداد يطلق المعدده مراته لو الحاجه زهره اختي وافقت عليه. ده كلام بيقولهولك. دي كانت مراته قتلته وغسلته ودفنته. المهم دلوقتي ارد على العريس حمايه اقول له ايه يا ماما؟ قال لك القل وتعب السر. انت ازاي يا واد خليه يقول كلام زي ده قدامك؟ بالك لو انا مطرحك كنت قلعت اللي في رجلي وضربته على بوزه لحد ما يقول ان الله حق. اسمع بقى، روح قول له امي بتقولك شوف لك تربه ادفن نفسك فيها. وبعدين يا طنط هنفضل على الحال ده لغايه امتى؟ والله ما انا عارفه اقول لك ايه يا حبيبتي. انا عرفت انه بيروح معاها كل يوم المدفن عند جوزها ويقعدوا هما الاتنين يقطعوا روحهم من العياط. يا كبدي يا ابني، اصل كان بيحب المرحوم قوي. كبدي عليك يا ابني. وهو ان شاء الله بقى ناوي يحول الحب ده لمرات المرحوم؟ لا لا يا نورهان، ما تقوليش الكلام ده. معقوله يا حبيبتي هيسيبك ويبص لها برضه؟ ليه يا طنط انتي ما شفتهاش؟ ما هي حلوه وزي القمر،
ما هو ده اللي هيجنني وحرق دمي. لا لا يا حبيبتي، ما تقوليش الكلام ده. انا متاكده انه بيحبك. ده قبل ما يعرفك كان بيعرف بنات اشكال والوان. ما هو باين يا طنط. صدقيني يا حبيبتي، وبعد ما عرفك ما بقاش يرد حتى على تليفوناتهم، وجي قال لي يا ماما انا ما بحبش الا نورهان. احنا بكره ان شاء الله هنوصل مشوار قريب لحد فرع الشركه هنا. ليه يا فريد؟ اصل انا خلاص خلصت موضوع التعويض، يعني مش فاضل غير انك تروحي تمضي وتستلمي الشيك. انا متشكره قوي، بتابعك معايا. اوعي تقولي كده يا زهر، هزعل منك والله. وانا عملت ايه يعني؟ ده انت تستاهل اكتر من كده بكتير. ميرسي يا فريد. ما تتصوريش يا زهر انا تعبت قد ايه عشان ارفع قيمه التعويض، ولو ان مال الدنيا كله ما يعوضناش المرحوم الله يرحمه. هو انتوا ما عرفتوش الحادثه حصلت ازاي؟ لا ازاي عرفنا؟ هو كابتن ماجد ما غلطش في اي حاجه، هي عاصفه شديده قامت، بعد كده حصل عطل في المحركات، ما عرفش يسيطر على الطياره، وقعت في البحر. هم عرفوا ازاي؟ من الصندوق الاسود. اصل الصندوق الاسود كان مسجل كل حاجه حصلت في الطياره. بعد كده هم اصدروا قرار استثنائي ان هم يطلعوا شهادات وفاه لكل الناس اللي كانت على الطياره. يلا الله يرحمهم بقى. المهم انا هفوت عليكي بكره الساعه 9 الصبح تكوني جاهزه. ها؟ ايه ده، ما انت مش هتتغدى معايا؟ انا ماما طبخه ونازله دلوقتي حالا. حبيبه قلبي والله ست الكل، بس معلش عارفين انا النهارده، اصل انا النهارده لازم اتغدى مع امي، اصلها عامله لي تورلي وانا بموت في التورلي. معلش بقى، استغنى عن التولي النهارده. انا اصلي عايزه اتكلم معاك في حاجات كتير، ممكن؟ خلاص انا تحت امرك. طب ممكن فراخ مشويه؟ اهو موت اخوكي ده هيعمل لنا لخبطه تاني وممكن يجي فوق دماغنا. شو بدك تقولي يا فهيمه؟ عايزه اقول لك ان زهره خلاص يا اختي هتبقى حره، وممكن الحاج عينه تزوغ عليها تاني. ليش وين الحجي؟ لك الحجي قدامه لسه 15 سنه، كيف بده يتجوزها؟ الله، هو مش منتصر قال لك ان هو عمل طعن في قضيه الطلاق؟ يعني لو طلع براءه في النقض هيكسب قضيه الطلاق. زهرة حزنانة حزن على جوزها، ما شفتها على مرة من قبل. ما بظن انه ترجع لفرج تاني مرة. ما هو مش بايدها يا اختي، مش بايدها، ده هيرجعها بحكم المحكمة، ما تفهمي بقى. المهم انه هلا الحج يطلع من السجن، لانه انا بعد موت اخي ما عاد صفي لي حدا. ما تستهبليش، الورق كله غلط. ايه الواحد ده؟ هو انتي ما بتفوتيش؟ غريبة، باشمهندس ما جاش النهارده يعني. كان هنا لسه ماشي قبل انت ما تيجي. انا شايفة كده ان هو مهتم بيكي شويتين زيادة. انت ناسيه يا بنتي ان هو كان صاحب ماجد جدا؟ لا ونعم الصاحب، صاحب شهم جدا. والله عندك حق، مفيش زيه اليومين دول. ده خليل اخويا من لحمي ودمي، كل فين وفين لما بيفتكر يجي يقعد معايا شويه ويمشي زيه زي الغريب. هو فعلا ونعم الصح. ممكن كمان يبقى ونعم الزوج. تقصدي ايه؟ انتي فاهمة قصدي كويس. انت اتجننتي يا نوال؟ ده خاطب يا بنتي بيحب خطيبته جدا. وبعدين انا خلاص بعد ماجد ما فكرش ابدا ان اتجوز راجل تاني. صدقيني بكرة تنسي، انتي لا اول ولا اخر واحدة جوزها يموت وتتجوز غيره. انت غلطانه يا نوال. ماجد بالنسبه لي كان كل حاجه في حياتي. كل ما ابص لوش مروان اشوف ماجد. شفتي هو شبهه قد ايه؟ ما تلعبي، انت خايفه اغلبك ولا ايه؟ السلام عليكم يا ريس. سلام ورحمة الله وبركاته. ما حدش شاف فيكم عربيه زرقاء فيها واحده ست لابسه اسود؟ الست زهرة والباش مهندس فريد. مظبوط. ما تعرفش راحوا فين؟ هنا المدفن بتاعهم هنا على الشمال. متشكره قوي. هتلاقيهم جوه بيعيطوا. الحرمة دي أنا شفتها فين قبل كده؟ تكونش قريبتهم يا ريس؟ قريبة مين يا واد؟ الناس اللي بيجوا يعيطوا كل يوم. الله، ده على كده تبقى قريبت أنا كمان. يا زهرة حرام عليكي، مش كده، ارحمي نفسك. بلاش نيجي هنا تاني، انت حزنتي بما فيه الكفايه. وما حزنت.
مش هلاقي حد اغلب انه احزن عليه. انت ناسي كان بيحبني قد ايه؟ يا حبيبتي انا عارف وحاسس اللي انت بتقوليه، بس انت صعبانه عليا قوي. انت لسه صغيره وجميله والحياه قدامك فاتحه لك دراعاتها، ما تقفلهاش انت على روحك يا زهره. هما مش بيقولوا الحي ابقى من الميت؟ كلامك صح يا فريد، غصب عني مش قادره. معلش معلش يا حبيبتي، عشان خاطري حاولي، عشان خاطري. والله عال حلو قوي كده. فين وطي صوتك؟ مفاجأة مش كده؟ يا ترى خلصتوا عياط ودخلتوا على الغراميات؟ ايه العبط اللي انت بتقوليه ده؟ ايه الحكايه يا فريد؟ مين دي؟ دي ما انت يا باش مهندس، ولا مش قادر تقول قدام الهانم ان انا خطيبتك؟ هو انت نورهان خطيبته؟ تصوري بس حطي قبل اسمي الهبله او العبيطه. كفايه بقى يا نورهان. انت اصلك مش فاهمه حاجه بقى بعد كل اللي بيحصل دوت من ساعه ما مات جوزك وكل اللي شفته ده دلوقتي قدام عينيا، وبتقولي ان انا مش فاهمه حاجه؟ ليه؟ هو انا هبله للدرجه دي؟ دي معاكي بقى، مش كده؟ لازم تراعي مشاعر مدام زهره. يعني انت خايف على مشاعرها ومش خايف على مشاعري انا؟ ليه؟ انا مش مهمه بالنسبه لك؟ انا مش فاهمه انت عايزه توصلي لايه. لا انت فاهمه كويس انا اقصد ايه. لا مش فاهمه انت تقصدي ايه، فهميني. مفيش واحده يا زهره هانم جوزها لسه ميت ما فاتش عليه اسبوعين وبتعمل اللي انت بتعمليه. وانت شايفاني بعمل ايه؟ ده مدفن يا مدام زهره، مش مكان للحب والغراميات. عيب مهما كان الاموات ليها حرمه. لا ده انت اتجننتي رسمي. اتفضلي امشي دلوقتي وحصلك معايا بعدين. زعلتوا قوي عشان قطعت عليكم عياطكم؟ عايزين تعيطوا من غير عزول؟ لحد كده بقى مش هسمح لك. فريد من فضلك خد خطيبتك، انا عايزه ابقى لوحدي. لا انا مش همشي. طب وانت هتروحي ازاي يا زهره؟ انت خايف عليها قوي ومش خايف عليا انا؟ بعدين معاكي بقى، زي ما جيتي لوحدك روحي لوحدك. اتفضلي. يعني ايه يا فريد؟ فريد من فضلك كفايه فضايح، من فضلك خدها وامشي من هنا. عاجبك كده؟ انت بتراقبيني ولا ايه؟ لا انا مش براقبك وده من حقي، وعايزه اعرف حكايه الست دي دلوقتي حالا. انا مش قادره استحمل اكتر من كده. خدها وامشي حالا دلوقتي، من فضلك خدها وامشي حالا. اتفضلي قولي قدامي، امشي. امال خطيبتك راحت فين؟ معلم ابو سريه بشوف لها تاكس. ازاي تعمل كده يا فريد؟ مالكش حق تعمل معاها كده خالص. بقول لك ايه يا زهره، انا قرفت وزهقت من غيرتها وتصرفاتها الغبيه. معلش حقها، الست لازم تغير على الراجل اللي معاها، يا اما تبقى ست ما عندهاش احساس ومشاعرها بارده. ماشي كلامك صح، بس دي خنقتني. مش معقول تراقبني في الرايحه والجايه، مفيش ثقه ولا ايه؟ معلش هي برضو معذوره، كل يوم بتشوفك معايا، خطيبتك وبتحبك ولازم تخاف عليك. انا بخاف عليها برضو، عشان كده سبت لها ابو سريه. ولو برضو بقولك دي خطيبتك لازم تخاف عليها. يعني انت عايزاني اخاف عليها وما اخافش عليك انت يا زهره؟ اسيبك هنا لوحدك تروح ازاي طيب؟ ما انا كنت هكلم فوزي يجي ياخدني. فوزي وانا موجود. كده زهره كده. فوزي ايه؟ ده صوتهم بقى للجو. انا كنت خايف لا يصحوا الاموات. وعرفت بقى كانوا بيتخانقوا على ايه؟ ولو وقفت لي زي الاطرش في الزفه. اطرش مين يا وليه؟ انت فاكره جوزك طور وخيبه؟ ده انا المعلم ابو سريه اللي يعرف اذا كانت خشبه الميت اذا كانت طايره حقيقي ولا الشغل اونطه من اللي شايلينها. وفهمت ايه بقى يا ابو العريف؟ فهمت ان احنا ربنا بنتنا على الاخلاق الحميده، مش الهانم اللي فاكراها امها انها السفيره عزيزه. يا راجل فطمني،
نشفت ريقي إلهي نشف ريقك. الست زهرة الفرخة اللي بتبيض سبايك دهب، والعياذ بالله لايفة على الراجل اللي بتروح معاه التربة بيعيطوا سوا. مراته شمت خبر وعرفت ان في علاقة ما بين الراجل بتاعها وبين زهرة اللي عظم جوزها لسه ما بردش في تربته. يا نهار منيل، الكلام اللي بتقوله ده حقيقي يا ابو سريح؟ امال انا بهاتي بقول ايه يا وليه؟ ده انا شفتهم كمان وهم بيحضنوا بعض. بيحضنوا بعض؟ يا لهوي يا خرابي! وعلى قبر جوزها؟ اللهم احفظنا، جوزها تحت وهم فوق. والولية امها جاية بالصوت الحياني وبيردح، قال ايه بعمل اعمال لبنتها؟ لا ده لازم فضحتهم تبقى بجلاجل. واحنا مالنا يا ولية؟ واحدة وليفة واحد، احنا مالنا؟ احنا مالنا؟ دي الولية امها بتكلمني من طرطفة مناخيرها. هي يا اخويا نسيت كانوا ايه؟ قال على رأي المثل كبر البصل واتدور قال شحال حاله الاول. اخرسي قللت الادب ولية مجرمة ما تختشيش. انا برضو مجرمة ما اختشيش؟ يخشى من اقول الكلام الفارغ ده. روحي لم بنتك اللي ما قدرتش تصبر شهر بحاله من غير جواز وجريت ماشية مع صاحب جوزها على حل شعرها. ده انا بنتي اشرف منك ومن بنتك. ايوه ايه يا ماما؟ ايه يا ماما؟ ما هي بنتها دي تبقى مراتي. فئاتك القرف في نسبك اللي نسبته. كانت قرف يا اختي، انت كنت طولي يا ولية، عيب عليكي، ده احنا مهما كان ضيوفك. ده يا اختي قلة الذوق دي. وبعدين يا خالتي ما تهدي على نفسك شويه، هو انت اختي على طول طبعا انا نفسنا كده؟ ما تروحي تلمي بنتك. وبعدين ده بقى شايفها بعينيه الاتنين دول. عينيه الاتنين جاتوا العمى في عينيه الاتنين. بقى الراجل المجنون ده اللي كان عايز يتجوزها بيتكلم عليها. يتجوزها؟ يتجوز مين؟ ماما عشان خاطري داري على الموضوع ده، انت بعد كده انا بعيش معاهم لوحدي. انت مش شايف عمالين يناقشوا في سيرتها وعايزنا اسكت لهم؟ لا قولي لي هنا، انا لازم افهم مين عايز يتجوز مين. جوزك يا اختي اللي اتخبل في دماغه واتعمى في عينيه بجايب سيره بنتي دلوقتي. نعم ابويا انا كان عايز يتجوز زهره. ايوه يا اخت ابوك المجنون. يخرب بيته، ده وعده منيله ب60 نيله. وانت يا منيل بقى انت عارف وما تقوليش ده انا حبيبتك. تعالى ايه يا ماما يا ماما. امشي امشي يا اللي ما تربيتيش، امشي قومي من هنا. انتوا ايه اخرتها معاكم؟ عايزين ايه من بنتي بالظبط؟ فهموني، مش كفايه الاعمال السوداء اللي انتوا عاملينها لها؟ طيب يا ابو سريع الكلب، ان ما خليتك تتشاهد على روحك النهارده ما بقاش انا ام الهنا المعدده. ما هي معاها حق يا حبيبي. معاها حق تهزاني قدام زهره؟ ما انا كمان مش عارفه ايه موضوع زهره دي. اللي مش عارفه ايه يا ماما؟ ما انت عارفه المرحوم جوزها كان بالنسبه لي ايه. اديك قلت المرحوم جوزها يعني مات خلاص، يعني على راي المثل خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات. نفسي افهم انا بقى انت لازق لها ليه ليل نهار يا حبيبي؟ وبعدين ليها حق خطيبتك تزعل منه. انا بصراحه لو مكانها هزعل طبعا. هي الواحده ايه غير شويه كرامه. اوه هو انا زهقت بقى. زهقت من ايه بس؟ معرفش بقى وزهقت وخلاص. يعني هي البنت يعني كانت غصبتك يا حبيبي؟ غصبتني. انت ما شفتيش قعدت تزن على دماغ امي قد ايه لحد ما اخطبها؟ هي برضو اللي قعدت تزن لحد ما تخطبها ليه يا ابني؟ هي كانت غلطه وبتصلحها؟ غلطة ايه؟ ما هو لحقت اعمل حاجه. انا بس لما عرفتها كنت في ظروف صعبه وبعدين كنت يئست. يئست من ايه بس يا حبيبي؟ يئست من زهره. مش فاهمه يا ماما، انا اول ما عرفت زهره دخلت قلبي، وبعد كده لما لقيتها بتحب ماجد وهو بيحبها قلت اتصرف تصرف جنتلمان واخلع انا. عملت زي عبد الوهاب ما قال ضحيتها هنا فداها. وانت قلتها بلسانك، يعني بتحب صاحبك ومش بتحبك انت. ايوه يا ستي بتحب صاحبي، بس ده عشان عرفته قبل ما انا اعرفها. لو كنت انا عرفتها الاول كانت حبتني انا. وانت تفتكر يعني لما جوزها مات هتحبك؟ بصراحه يا ابني اقول لك دي تبقى ست ما عندهاش ريحه الاخلاص. ده انا باباك لما مات وسابني في عز شبابي اتقدم لي ناس كتير ورفضتهم وفضلت اهو عايشه على ذكراه. يا ماما ارحميني بقى، مش كل الناس زيك انت وفاتن حمامه عايشين بين الاطلال. انا متاكد لو كانت عرفتني قبل ماجد او حتى في نفس الوقت كانت هتحبني انا طبعا. والله ما انا فاهماك. بقول لك ايه يا حبيبي، طب انت ناوي تعمل ايه مع خطيبتك دلوقتي؟ مش عارف. مش عارف يعني ايه؟ هتسيب البنت متعلقه كده؟ والله يا ماما انا عارف انا اللي متعلق ولا هي اللي متعلقه. ياما في يا مسكت على هنا، ايه اللي انت ماسكاه في ايدك ده؟ انت عايزه تعملي لنا جنايه هنا؟ ياما افهمي، انت بعد ما مشيتي وسبتيني انا فضلت ورا خليل لحد ما قربته وعرفت منه اللي حصل. ايه يا اختي اللي حصل؟ تعالي بس
ابويا كان كل اللي قصده ان دي يعني سبوبه يتجوز الزفته اللي اسمها زهره وياخد الفلوس اللي متلتله على قلبها ويجيبها ليا وليكي. الكلام ده مظبوط يا عرة الرجاله؟ وحده انا لما لقيت كل واحد يتحنجل عليها قلت اتحنجل عليها انا كمان، وهو كله هيبقى في عبكم. وما قلتش الكلام ده من الاول ليه؟ هو انت اديتيني فرصه؟ ياما يا ريتك سبتيه، يا ريتها كانت رضيت واتجوزته، كنا بقينا في امل ودنيا غير الدنيا. على رايك يا بنتي، بس اعمل ايه؟ ما هو ابوكي ده لو كان عدل كانت البت رضيت بيه. يا زهرة، مش عجباني عمايلك اللي بتعمليها دي. ايه اللي انا بعمله يا ست الكل؟ ايه حكايتك مع اللي اسمه فريد ده؟ ما انت عارفه ايه الحكايه؟ لا انا مش عارفه حاجه بقى. انت نسيت ان هو كان صاحب ماجد الله يرحمه؟ معنى كده انك تفضلي داخله خارجه معاه قدام الناس؟ طب دي فيها ايه دي؟ فيها ان كلام الناس كتير يا بنتي، ومش كل حد عارف ان ده صاحب جوزك اللي مات حتى لو كان اخوه. يعني ايه تدخلي وتخرجي معاه؟ ياما حرام عليكي، هو انا فاضيه عشان اشوف كلام الناس؟ هم مش شايفين المصيبه اللي انا فيها دي ولا ايه؟ مش كل اللي حصل لهم زي اللي حصل لك ده يدخلوا ويخرجوا مع اصحاب جوازهم اللي ماتوا. لا يا بنتي، وبعدين لازم حاجه مهمه قوي تفتكريها، احنا ناس ولاد بلد ونخاف على سمعتنا. ليه ياما؟ هو في حد اتكلم علينا وفريد؟ نونا أرجوكي ما تظلميش زهرة. زهرة مالهاش ذنب، ده عايشة في مأساة، جوزها مات وهي ما بتفكرش في أي حد تاني. انتوا بتفسخ خطوبتي يا فريد؟ طبعا لا، بس أنا كمان بمر بظروف نفسية صعبة. ماجد الله يرحمه كان أعز أصدقائي. ما بيني وبينك أنا فكرت كويس، لقيت إن أنا شخص واطي قوي عليك. أنت تسألي حد أحسن مني بكتير. وجاي تقول الكلام ده دلوقتي؟ والله أقوله دلوقتي أحسن ما أقوله بعدين، إحنا لسه على البر ما دخلناش في الغميق. انت ما تعرفش انا عملت ايه مع بابا وماما عشان يوافقوا عليك. ما كانوش طايقيني هم صح؟ أنا قلبي كان حاسس. ايوه شفتي بقى؟ أهلك بيفهموا، عندهم حق. أنا فعلا ما استاهلكيش، وأدينا أقول الحمد لله بحقق رغبتهم. امال كنت بتقولي بحبك ليه؟ كنت بتقول ان مفيش قوه في الدنيا هتبعدنا عن بعض. أنا قلت الكلام ده؟ ايوه قلت، وقلت اكتر من كده يا فريد. جايز. جايز ايه؟ جايز انك قلت لي؟ أصل أنا ساعات بعيد عنك كده أشطح في كلام ملوش معنى وأرجع أندم عليه بعد كده. يعني انت ندمان انك قلت لي الكلام ده؟ لا لا مش قصدي. بصي زي ما قلت لك أنا واطي ندل. أقول لك على حاجة؟ ادي الدبلة بتاعتك اهي، أنا اللي جايبها، والشبكة دي حقيقة عليكي مع نفس التيم باكو، بس ما تغلاش عليكي يعني. ها الحمد لله. يلا بينا. سيبني لوحدي يا فريد. سيب لوحدي ايه؟ مين هيوصلك؟ جاي دلوقتي واعمل فيها شهر. متشكرة قوي يا باشمهندس. اتفضل انت. طيب بقول لك ايه؟ انا محاسب على الغدا والسلطه وكل حاجه. ها تيك كير. وبعدين يا متر، ممكن تفهمني ايه اللي بيحصل ده؟ يعني ايه كل ما جلسه اعاده محاكمتي تتحدد ترجع وتتاجل تاني؟ انا خلاص زهقت، حرام عليكم. ما انت شايف يا حاج، انا ومجموعه المحامين اللي معايا بنبذل كل اللي في وسعنا عشان تخرج من هنا. كل اللي في وسعكم؟ يا سلام يا اخويا، امال يعني مش شايف اي نتيجه؟ ازاي يا حاج؟ ما انت شايف ان في تقدم لصالحنا، وبعدين المحكمه لو كانتش مقتنعه انك مظلوم كانت حكمت عليك من اول جلسه. مش جايز التاجيلات دي كلها خير وربنا هيكرمك وتخرج براءه. اهو انا بقى رغم الغلب اللي انا فيه ده والهوان اللي انا شايفه مفيش قدامي غير ان اصدقك وربنا يعيني على اللي انا فيه. اطمني ياما، كل اللي انت عايزاه هتاخديه وبزياده كمان. ما انت عارفه كانت بتحب المرحوم قد ايه. السلام عليكم. حماتي هنا ولا ايه؟
يا اخويا لانك اتاخرت قلنا نتغدى احنا بلا وكسه. ايه اللي اخرك؟ كنت عند اختي. وعامله ايه؟ الحمد لله بقت كويسه. يا اخويا بكره تنسى يا ما الزمن بينسي. نسي ده بالنسبه لحضرتك عشان متعوده، بس هي كانت بتحبه. بقول لك ايه، ابو سريع كلمك على الحساب. حساب ايه ده؟ الخرجه والدفنه ده غير شغلي انا. الشغل ايه يا حضرتك؟ مغنيه يا حبيبي، مش صوتي يا حبيبي واتنبع حسي. عادي، ما انت كل يوم بتفقع بالصوت عادي جدا، وبعدين انت كنت جاي عشان تجامليني وتجامل اختي. اجامل مين يا عمر؟ وجاملها بتاعي يا حبيبي، انا ان شاء الله هجاملها في خرجه امها. انا ماله وماله ايه ده؟ ضمبه انا دي اللي بتقول عليها دي. وعايزه كام حضرتك بقى؟ مش اقل من 500 جنيه. 500 ايه؟ ليه؟ شاريه المدفن بالمره؟ كتير قوي. كتير ده ايه يا واد؟ طب ده انا عديت وقلت كلام عمري لا قلته لا على حي ولا على ميت. بقول لك ايه يا خليل، هو انت يا اخويا دافع لنا حاجه من جيبك؟ ايه كنت ناوي تخنصر لك قرشين؟ صباح الخير. ايه ده؟ حبيبه قلبي ست الكل. وانا اقول والله الدنيا كلها منوره. ازيك يا حبيبتي؟ صباح الخير. صباح النور. هي زهره مش موجوده ولا ايه؟ لا مش موجوده. مش موجوده. طب ما قالتش رايحه فين؟ ما قالتش. طب ما قالتش راجعه امتى؟ لا ما قالتش. الله برضو. طب انا متشكر قوي يا طنط. هبقى انا اكلمها على الموبايل بقى بعدين. حبيبه قلبي في رعايه الله، خدي بالك من نفسك. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. خدي بالك من نفسك يا حبيبتي. انا مش عارفه الجدع ده مش عايز يحل على البت ليه؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. أنا فريد أنت فين؟ لا أنا ما نزلتش خالص. ماما قالت لك إن أنا خرجت؟ أصل أنا كنت في الأوضة فوق بغير هدومي وهي يعني افتكرت إن أنا نزلت خرجت. طيب يا فريد خلاص، هشوفك كمان شوية. يلا مع السلامة. انت عملتي كده ليه يا ماما؟ انا مش عايزاكي تقابلي الجدع ده تاني، كفايه اللي جرالنا من وراه. تقومي تقولي له ان انا خرجت؟ انا نفسي افهم بقى بيخش ويخرج هنا بصفته ايه؟ يوه تاني ياما؟ تاني وتالت يا بنتي. انا وانت عايشين في البيت لوحدينا، وده مهما كان راجل غريب. فريد مش غريب، فريد كان بالنسبه لماجد اخ، وماجد خلاص راح. لا ما راحش، ماجد هيفضل طول عمره في قلبي. ده مش معناه اننا ندخل راجل غريب البيت. اخوكي لو عرف كده هيكسر الدنيا، وكفايه الشقوره والنقوره بتاعت اهل مراته علينا. انا ماليش دعوه بحد، انا بعمل اللي انا شايفاه صح وبس. خلاص انت حره، بس يكون في علمك لو الجدع ده خرجتي معاه ولا قعدت بالباب هنا اهو، انت من سكه وانا من سكه. انا ما استحملش ان حد يجيب سيرتي وانا في السن ده. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا ماما؟ هي كلمه واحده مش هتنيها، عقلك في راسك تعرفي خلاصك. وحدوه لا اله الا الله. بسم الله. يا عم انت هتاكل ولا هتدفنها؟ انا عايز اقول لكم يا جماعه، انتوا فرقتوا ما بيني وما بين اختي حبيبتي، اختي اللي كانت بتصرف علينا من خيرها بعد العمله اللي حصلت من ابوكي ديت. الله، هو انت كنت صايع قبل ما تيجي تخطب بنتنا؟ انت مش قلت لنا يا جدع انت ان انت متوظف في المجاري وبتاخد الشيء الفلاني؟ هو ايه ياما ده اللي الشيء الفلاني؟ ده هما يا اختي 300 جنيه في الشهر اول عن اخر. لو صرتي 300 جنيه ده انا يا راجل باخدهم في غسلتين. وانا لو خدتهم في دفنة ميت كان بوزي بقى شبرين. يا عم روح بالكفن اللي انت لفه على راسك ده. طب وبعدين انا هتصرف ازاي دلوقتي؟ وانا مالي؟ اتصرف بقى بمعرفتك يا اخويا. بمعرفتي بعد ما خربت ملطه بسبب ابوكي وامك. انت بتبرطل تقول ايه؟ بعد ما تخلص شغلك يبقى تعالى اشتغل معايا. معاك. اشتغل صبي حنوتي ولا صبي تربي؟ انت خشني، ما تنفعش في الشغلانه دي. انت على الاقل كده يعني تيجي تشتغل معايا في الحسابات، تسجل الدخله الخارجه.
يا عم روح يا عم روح، انا اشتغل صابع حنوتي او تربي؟ ده انا بخاف اعدي من الترب. خلاص اتفلق، دبر حالك يا حبيبي بمعرفتك. طب شوفوا لنا قرشين كده يعني تساعدونا بيهم، على الاقل نجيب لكم اكله حلوه بدل اللي خلصت دي. نساعدك؟ نساعد واحد صايع طول بعرض كده عايش على قف اخته؟ انت هتودي الفلوس دي كلها فين يا انكل ابو سريع؟ هدفنها معايا ولا اديهاش لواحد عايش على قف اخته. لحد امتى هتفضلي حزينه كده؟ تقدري تقولي لي بقى ايه اللي مقعدك هنا في مصر ومسيبك مصالحك وشغلك هناك؟ انت عارف ظروفي كويس يا فوزي. يا زهرة الحزن في القلب مش في المكان، وهنا زي هناك. ما اقدرش ابعد عن جوزي حبيبي. جوزك مات يا زهرة، الله يرحمه ويحسن اليه. واللي انت لازم تفهميه دلوقتي ان انت لازم تاخدي بالك من نفسك ومن شغلك ومصلحتك بقى وتشوفي نفسك شويه. ما اقدرش يا فوزي، كل ما احاول مش قادره. طب ومالك وفلوسك اللي هناك دي هتسيبيها كده من غير اداره ولا رقيب؟ عارف يا فوزي بفكر اعمل ايه؟ بفكر انقل كل شغلي هنا في مصر. طب ولازمته ايه بقى كنا عملناها هناك؟ ما كان من الاول ما قلنا كده بقى نمرمط نفسنا من هنا لهناك ونلغي ونقفل. انت عارف انا عملت كده ليه؟ كنت عايزه ابقى قريبه من ماجد، دلوقتي خلاص ما عادلوش لزوم. طب اللي انا عايز افهمه بقى، انت ناوي على ايه؟ خلاص هتبطلي شغل؟ انت عارفني ما اقدرش ابطل شغل. عظيم قوي يا ستي، وبعدين؟ بفكر افتح مقر شركه هنا جديد وانقل كل شغلي من بيروت، بس عايزاك تسافر تصفي لي كل حاجه هناك. مش انت معاك توكيل مني؟ ماشي، لو ده هيريحك اروح اصفي لك كل حاجه. صباح الخير يا زهر. صباح النور يا فريد. انا قلت كده ليك يعني. انت ازيك؟ اخبارك ايه؟ انا حياتي ملخبطه قوي يا زهر. طب اقرا الاول فتح الماجد. انا ونورهان سيبنا بعض. نورهان مين؟ انت لحقتي تنسيها ولا ايه؟ نورهان خطيبتي. معلش يا فريد اعذرني، انا اصل الايام ديت دماغي مشغوله شويه. ليه كده؟ خساره، كانت بنت كويسه قوي بتحبك. اعمل ايه؟ ما هو كل ده بسببك. بسببي انا؟ عشان يوم اللي جت هنا وكان فيه خناقه وبتاع. مش ده السبب. امال ايه السبب؟ انت يا زهر، حبي ليكي. اوعي تفتكري ان حبي ليكي ده شيء جديد. ده من زمان قوي، من اول مره شفتك فيها ووصلتك بعربيتي. من ساعتها وانا مش قادر انساك. ولولا ان ماجد الله يرحمه سابني واتجوزك انا كنت اتجوزتك باي طريقه. بعد ما انتوا اتجوزتوا عشان انساكي عرفت بنات كتير، كانت اخرهم نورهان، بس برضه ما قدرتش. وانا كمان ما قدرتش انسى ماجد. ومين سمعك؟ ما انا كمان مش قادر انساك. عشان كده انا حاسس ان وجودنا مع بعض هو اللي يقدر يهون علينا اللي حصل
ويخفف حزننا عليه. انت تقصد ايه بالكلام ده؟ قصدي ان انا وانت بنحب شخص واحد، عشان كده لازم نفضل مع بعض على طول. احنا لازم نتجوز يا زهرة. نتجوز؟ ايوه نتجوز، ليه لا؟ علشان انا دلوقتي ما اقدرش افكر في اي راجل غير ماجد. انا مش راجل يا زهرة، قصدي ان انا مش راجل غريب، يعني انا فريد صاحب المرحوم. ما تقولش عليه مرحوم. دي الحقيقة اللي لازم تعيشيها يا زهرة. ماجد مات خلاص. ماجد لسه عايش جوايا. شفت بقى اللي نابك اهو، سبت خطيبتك، لا اتجوزت خطيبتك ولا اللي انت داير وراها عشان تتجوزها. انت فرحانه فيا ولا انت امي على فكره؟ وبعدين اصبري، الموضوع لسه فيه كلام تاني. والله يبقى عين العقل يا حبيبي والله. يعني انت يا حبيبي ناوي ترجع لخطيبتك؟ بصراحه انت كده تبقى كويس قوي، لان نوران بتحبك ورايداك. يا ماما في انت قطر ماشي؟ ايه ده؟ انا بتكلم على زهره مش على نوران. تاني، انت يا ابني مش قلت انها زعلانه على جوزها اللي مات؟ وقلت كمان ان امها مش موافقه عليك. لا، ما هي امها دي شكلها كده وليه من العصر الحجري. يعني لما شافتني مع زهره اليومين دول بروح المدفن وبروح البيت قفشت من ناحيتي شويه، عشان كده انا هدخل في الموضوع بشكل رسمي. انت مش قلت لي ان امها مزرجنه؟ لا، انا امها كلمتين حلوين كده هاكل بعقلها حلاوه واثبتها، خصوصا لما تعرف انها كان غرضي شريف وعايز ادخل بيت من بابه. انا مش بتكلم عن امها يا حبيبي، انا بتكلم عن زهره. ما يمكن مش عايزاك اساسا وحاطه عينها على واحد تاني. يا ماما الملاف السعد يا ساتر. بقول لك ايه، خليكي في كرة الشراب اللي انت بتلعبي بيها دي وسيبيني في حالي. هو الموضوع ان شاء الله هيخلص، بس هو عايز وقت وإلحاح. ماما، انت ايه رايك في فريد؟ انت رجعتي تقابليه تاني؟ لا، اصل هو عرض عليا الجواز. انا قلبي كان حاسس. ايوه، ما قلتليش برضو رايك ايه؟ طب اقول لك يا زهره، ما تزعليش مني. بصراحه كده انا خايفه يكون طمعان في فلوسك. وليه ما يكونش طمعان فيا انا خلاص دلوقتي كل راجل بيقرب مني بقى طمعان في فلوسي مش فيا. يا بنتي انت فاهمه كويس، الناس دلوقتي كل تفكيرها في الفلوس. طب ايه رايك بقى يا ست الكل ان هو ساب خطيبته عشان خاطري كده؟ طب اهو ده يخوفني اكتر بقى. هو انت مش فاهمه، هو اصله كان بيحبني من زمان، مع ايام ما كنت ممرضه في المستشفى وغلبانه. بس ماجد بقى الله يرحمه لما قرب مني يعني هو بعد. يا بنتي فكري كويس، اعملي معروف. بصراحه كده انا كنت طمعانه ليكي في واحد زي الحاج فرج، كان بيخاف عليكي وبيحبك وانت فقيره. والله يرحمه ماجد، الشهاده لله، كان عنده عزه نفس وعمره ما بص لفلوسك. يا اهلا يا زهر. الحمد لله على السلامه يا فوزي. الله يسلمك. ها، عملت ايه؟ صفيت الشغل هناك؟ عملت لك يا ستي احلى تصفيه ممكن تحصل، واديت الموظفين مكافآتهم وخليتهم كلهم مرضيين وبيدعوا لك. كتر خيرك يا فوزي. انا كمان خلاص اخدت مقر الشركه بتاعتي الجديده، كلها كام يوم كده وهسافر بقى على سوريا ولبنان اعمل طلبات اليميش هناك. انا علاقتي بيهم كويسه حتى في تركيا. انت خلاص نويتي تشتغلي في الصنف ده وبس؟ لا طبعا يا فوزي، انا نفسي اعمل اكبر سلسله سوبر ماركت في الشرق الاوسط، عشان كده ناويه اسافر فرنسا وهولندا. عارفه نفسي في ايه كمان يا زهره؟ نفسك في ايه يا فوزي؟ نفسي تغيري اللون الاسود اللي انت لابساه ده بقى وتفرحي بنفسك وبالحياه شويه. تفتكر اقدر؟ اهلا اهلا يا استاذ منتصر، اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الف الف مبروك. الحقيقه انا شفت الاعلان بتاع التلفزيون، بسم الله ما شاء الله، حاجه تجنن. الله يبارك فيك، كتر خيرك. لا بالمناسبه مدام زهره، السنتر بتاع الهدوم اللي كان عندكم في الحته يا ترى لسه موجود؟ طبعا كل حاجه لسه موجوده، السوبر ماركت والسنتر والاغزخانه كمان. عموما لو فكرتي تبيع يعني انا عندي مشتري هايل.
واشتري. انت عارف يا استاذ منتصر ان الحاجات دي كلها بتاعت ماجد ابني، ما فكرش في يوم من الايام ابدا ان انا ابيعها. عموما يا هانم لو فكرتي انا موجود. الله يبارك فيك. فوزي يا اهلا يا استاذ منتصر، اتفضل بقى افرجك على الجبنه اللي احنا بنستوردها. جبنه؟ اسطنبولي بالفلفل صاحي كده بيلعب في العلبه. اتفضل اتفضل، ده كلها حاجات حلال ما شاء الله يعني. اتفضل. تعالى يا فوزي انا عايزاك. تحت امرك يا مدام زهره. انا عاوزاك يا فوزي الايام الجايه تفرغ نفسك تماما للشغل معايا، وسيب مكتبك بقى لاي حد يديهولك. وعلى فكره انا هديك المرتب اللي انت عاوزه. مرتب؟ مرتب ايه وفلوس ايه اللي انت بتتكلمي فيها يا زهره؟ انا عمري ما فكرت في فلوس وانا بعمل لك اي حاجه. انا عارفه يا فوزي، بس الشغل ما فيهوش مجاملات. يا ست اعتبريني بشتغل عندك من دلوقتي وواخد مرتبي كله مقدم. يبقى خلاص، مبروك عليك، بقيت من النهارده مديره عام الشركه بتاعتي ومسؤوله عن كل كبيره وصغيره فيها. انت ما تتصوريش قد ايه يا زهره انا ببقى في قمه سعادتي من مجرد ثقتك فيا. انت انسان محترم وتستاهل كل خير. انا طول عمري بثق فيك، عشان كده باخد رايك في كل حاجه بعملها. وانا تحت امرك. بالمناسبه دي بقى انا عايز اسالك سؤال بس تجاوب عليا بمنتهى الصراحه ومنتهى الوضوح. اتفضل. انت ايه رايك في فريد؟ فريد؟ فريد مين؟ فريد شوقي؟ لا مش فريد شوقي، الباشمهندس فريد صاحب ماجد الله يرحمه. ورأيي فيه من ناحيه ايه بالظبط يعني؟ اصل بصراحه ما اخبيش عليك يا فوزي، انا الايام اللي فاتت دي حسيت بوحده جامده جدا، حاسه ان انا محتاجه راجل جنبيا، يمكن عشان ماجد الله يرحمه كان كل حاجه في حياتي. لو محتاجه راجل يا زهره يقف جنبك بجد انا موجود اهو. لا انا ما اقصدش في الشغل، انا اقصد في الجواز. وانا اقصد في الجواز يا زهره. سكتي ليه؟ عمرك ما فكرت اكون جوزك؟ بصراحه لا يعني، اصل انت مش... انا فاهم خلاص فهمت من غير ما تقولي ولا تبرر. انا عارف عشان انت ما شاء الله يعني طويله وفرعه وانا هبقى جنبك قصير واجيب لك بقى الحاجات اللي تقع منك وكده. خلاص يا ستي لغينا فكره الجواز. انا الظاهر عليا مكتوب ان انا ابقى جنبك او بشتغل عندك وبس. اوعى تقول كده يا فوزي. انا طول عمري بحبك زي اخويا، ويمكن كمان اكتر من اخويا خليل. انت طول عمرك واقف جنبي وبتحبني وبتخاف على مصلحتي. اخويا من لحمي ودمي، عمره ما خاف عليا. كل اللي بيفكر فيه هياخد مني قد ايه ويطلع يجري. صدقيني يا زهره انا فكرت 100 مره قبل ما افتحك في موضوع زي ده، بس من خوفي عليكي وحسيت ان انت فعلا محتاجه راجل يقف جنبك وياخد باله منك، ده اللي جرأني وخلاني اقول لك. انت مش مقدره وضعك دلوقتي يا زهره بقى عامل ازاي. بعد المكان اللي بقيتي فيها والثروه اللي انت جمعتيها دي خلتك مطمع لناس كتير وما تضمنيش ممكن يعملوا معاكي ايه. انت عندك حق في كل كلمه قلتها يا فوزي. انت كنت لازم تقولي كده عشان بتحبني وتخاف على مصلحتي. انا هقول لك حاجه، انا بحب الناس كلها وبحب اقف جنبهم واساعدهم، بس ده مش معناه ان انا ساذجه ولا هبله. لا، انا بفهم في الناس كويس قوي يا فوزي، من كتر ما عاشرتهم وشفت في الدنيا ديت. بعرف كويس قوي اللي بيقرب مني عشان مصلحته ولا عشان بيحبني، ومش محتاجه كمان اتكلم معاهم. تقدر تقول كده بشمهم، ممكن ابص في عينيهم فاعرف كل حاجه. يعني اطمن عليك يا زهره. اطمن يا فوزي، انا مش هتجوز تاني خالص غير الانسان اللي انا عايزاه، وهو كمان يكون عايزني وبيحبني، بيحبني انا.
مش بيحب فلوسي. الظاهر يا حاج انها هتصفي شغلها في لبنان وهتستقر هنا في مصر. فتح الشركة كويسة؟ الا كويسة، كويسة قوي يا حاج. طب ده انا في حفلة الافتتاح تقريبا شفت كل رجال الاعمال اللي في البلد. دي جايبة شوية جبن يا حاج، لذيذة بشكل. الست دي يا حاج مخها كويس وبتعرف تفكر من اين تؤكل الكتف. انت هتقول لي دي تربيتي، انما هي عاملة ايه؟ مبسوطة؟ لسه لابسة الاسود يا حاج. للدرجة دي كانت بتحب ماجد؟ والا ما كانتش زعلت عليه بالشكل ده. يعني انا لا قدر الله لو كان جرالي حاجة كانت هتزعل عليا قوي كده؟ بعد الشر عنك يا حاج، وانت برضه ما يتزعلش عليك. والله يا منتصر انا اللي زعلان على حالي. ما كنتش افتكر ابدا ان يوم ما ربنا يرزقني العيل اللي بترجاه من الدنيا تيجي مرة وتحرمني منه. ده بقول لك يا زهرة ما تزعليش مني. بصراحة كده أنا خايفة يكون طمعان في فلوسك. وليه ما يكونش طمعان فيا انا؟ انا خلاص دلوقتي كل راجل بيقرب مني بقى طمعان في فلوسي مش فيا. يا بنتي انت فاهمة كويس، الناس دلوقتي كل تفكيرها في الفلوس. يا بنتي فكري كويس، اعملي معروف. بصراحة كده أنا كنت طمعانة ليكي في واحد زي الحاج فرج، كان بيخاف عليكي وبيحبك وانت فقيرة. والله يرحمه ماجد، الشهادة لله، كان عنده عزة نفس وعمره ما بص لفلوسك. ازاي يا استاذ عيسى وتسيب ده يحصل؟ يعني ايه محامي الحاج فرج يلغي الشط ويجدد الاستئناف؟ امال انت كنت نايم فين يا متر؟ والفلوس اللي قبضها دي ايه يعني؟ راجل ملعون وخدعني رغم اني وثقت فيه. ده يوميا كنت بروح المحكمه كل يوم عشان اطمن انه ما غشناش ولا ضحك علينا وراح يلغي الشط لحد اليوم الاخير من المهله. لكن للاسف عرف ينيمني ويضحك عليا، وقبل خزنه ما تقفل بدقايق راح هو يجدد الاستئناف. راجل سيف الواطي لكن على العموم مطمن. ما تقلقش، اللي زي ده انا اعرف ازاي اقف قصاده. اهلا اهلا يا باشمهندس. ازيك يا نوال؟ الحمد لله، المدام مستنياك. ماشي. ايه تعالى هنا، رايح فين؟ ايوه ايه اللي رايح فين؟ رايح اشوف شغلي. المدام مشغوله. اللي مشغوله ليه؟ في ايه؟ العريس الرابع عندها. ايه العريس الرابع ده كمان؟ وده مين ده؟ بذمتك انت كاتم اسرارها وما تعرفش؟ طب افرض يا فريد ان انا وافقت ان انت تتجوزني، بس لازم تشتغل معايا في الشركه هنا. طبعا لا. ليه طبعا لا؟ يعني عمري ما تخيلت ان انا ممكن اتجوز واحده واشتغل عندها يعني. عادي، مفيش فرق بين الراجل ومراته. لا طبعا في فرق. انا اتربيت في اسره مصريه اصيله. والدي الله يرحمه هو اللي كان بيصرف على والدتي، ولحد دلوقتي عايشه في خيره. ابويا الله يرحمه قال لي قبل ما يموت: فريد يا ابني، الراجل اللي مراته تصرف عليه ده يبقى مش راجل. بس انت مش هتشتغل لله يعني، هتتعب، هتاخد المقابل زي ما تشتغل في اي مكان بره. ايوه بس انا يعني ما بفهمش في شغلك. انا كل اللي بفهم فيها هندسه الطيران، بحبها جدا عشان كده درستها وتفوقت فيها كمان. بعدين يعني انت تتصوريش انا في شغلي واخد وضعي ازاي. طب افرض ان انا اصريت عشان تتجوزني لازم تشتغل معايا، هتعمل ايه؟ للاسف ساعتها الموقف هيكون صعب جدا. حتى لو بتحبني؟ الحب حاجه وكرامه الزوج حاجه تانية خالص يا مدام زهور. يعني انت مصر على موقفك؟ للاسف مصر جدا، بس ما تصوريش هكون حزين قد ايه لو ما قدرتش اتجوزك. عاجبك اللي بيحصل ده يا نوال؟ يعني ايه بيحلوا القضيه الفلسطينيه جوه؟ ده زمانهم خلصوا كلام الحب كله. ومين قال لك يا ابني ان كلام الحب بيخلص؟ ده كل حاجه في الدنيا بتخلص الا الكلام في الحب. ليه يا شيخ؟ وانت جربتيه يا اخت مادونا؟ يا خساره ما لحقتش. ومش هتلحقي. ازيك يا فوز؟
معلش انا اسف يعني لو كنت عطلتك. لا يا باشمهندس يا عم، انت معطلنا على طول. ربنا يوفقك بسرعه يا سيدي. معلش يا باشمهندس ما تزعلش منه، هو كده كلامه زي الدبش. انت مالك انت يا اساسا؟ قرف. يعني محامي فرج لطش منها ال 100,000 جنيه وضحك عليها، مش كده؟ اكيد متفق مع فرج. فرج ما يهموش الفلوس، فرج عايز ينتصر عليا وبس. ده دليل انه مش هيسكت وناوي يخوض المعركه لاخرها. انا ما يهمنيش، انا معايا حكم من المحكمه، لكن هو لحد دلوقتي ما هوش اي حكم من المحكمه. يا ست الحكم اللي انت واخداه من المحكمه ده كان حكم ابتدائي، ومحامي فرج استأنفه، والاستئناف ما اتفصلش فيه، يعني كان موقف الاستئناف لحد ما ياخد براءه. طب افرض بقى انه ما خدش براءه، هيبقى لسه في مشكله، لان جوازك قبل الاستئناف ما يخلص يعتبر باطل قانونا. جرى ايه يا فوزي؟ انت معايا ولا عليا؟ بلاش تدويني في شغل القانون بتاعكوا ده. انا اللي اعرفه ان انا اتجوزت بعد ما مسكت حكم الطلاق في ايديا، الباقي ده بقى مالياش فيه. ايه ده؟ الله، الكيكه بتاعتك. ماما انا هتجوز فريد. فكرتي كويس؟ انا قعدت معاه وبعد ما عصرته عرفت ان هو بيحبني جدا ومش طمعان في ثروتي خالص. وكمان حسيت ان هو الراجل الوحيد اللي هيعوضني عن ماجد الله يرحمه. والله يا بنتي دي حياتك وانت حرة فيها. اطمني يا ماما. انا كل اللي بتمنهولك السعادة والستر. وهتعيشوا هنا في البيت في الفيلا؟ لا، ما هو فريد عنده فيلا. فيلا امه؟ لا هو اشترى فيلا من شهرين جديدة. انا حتى عرضت عليه ان احنا نعيش مع بعض هنا، هو رفض خالص ان احنا نقعد في اي حاجة من املاكي. ايه رأيك؟ انت مش عايز نزعل ازاي يا ابني؟ ازاي ابني الوحيد يتجوز كده بالشكل ده؟ انا مش فاهمه ليه ده كله. يا ماما في ظروف قهريه قلت لك. ظروف ايه اللي تمنعني ان انا افرح بابني الوحيد بس؟ العروسه في حاله حداد. حاله حداد؟ ولما هي في حاله حداد راحت تتجوز ليه؟ ويا ريتها حزينه على امها ولا ابوها ولا اخوها، لا دي حزينه على جوزها اللي مات. انا مش عارفه يا فريد انت راضي ازاي بالوضع ده؟ عشان انت مخلفه نطر، ابنك نطر، عايزين اعمل ايه يعني؟ تعمل ايه؟ تعمل زي الناس كلها ما بتعمل، تعمل فرح وتتجوز زي الناس يا ابني. يا ماما ما صدقت انها وافقت. اروح انا اقول لها ناجل؟ ممكن تغير رايها. تغير رايها يعني ايه؟ ازاي ابني الوحيد يتجوز من غير فرح؟ ولازم تعرف ان انت ابني، فاهم يعني ايه؟ وده حلم عمري اللي انا كنت بتمناه طول عمري، ان افرح بيك يا ابني. هو في ايه؟ انت عايز تموتني بحصيتي يا اخي؟ الله ما تفرحي، اقول لك على حاجه تحزمي وارقصي، عايزين اعمل لك ايه يعني؟ اتحزم وارقص؟ حرام عليك يا اخي، عايز افرح بيك زي بقيه الناس واعزم قرايبنا وجيراننا، ولازم تعرف ان انا مش راضيه بالوضع ده يا ابني ابدا. لما انت كده في الاول، امال بعد كده هتبقى ايه بس؟ بعد كده هبقى ايه؟ ده انا بعد كده هعمل عمايل محدش يتخيلها. واخبار الشغل ايه؟ كل حاجه ماشيه تمام يا حاج، حسب تعليمات سعادتك. يعني الشغل ماشي زي ما كانت زهره مدوراه؟ الحمد لله يا حاج، ماشي زي الفل. ان شاء الله السنه دي المجموعه هتعمل ارباح كويسه قوي. واخبار الست هانم ايه؟ مش ناويه تتجوز تاني؟ والله علمك يا حاج، وان كنت يعني شامم اخبار كده من الناحيه دي. خليك صاحي يا منتصر، انا عاوز اخرج الاقيها حره، مش عاوز ابني حد غيري يربيه. اطمن يا حاج، انا متابع كل اخبارها. الله على فين العزم بقى ان شاء الله؟ رايح كاتب كتاب اختي. نعم، وما قلتليش ليه يا اخويا ان اختك هتتجوز؟ ما كنتش اعرف، كان النهارده الصبح بس قالوا لي.
ولما اختك هتتجوز وحكايه كبيره زي دي ما تقوليش ولا انت مش مستعنيني؟ يا بنتي بقى فضك من اللي في دماغك ده، ايه مستعنيني ومش مستعنيني؟ هو الحكايه بس جت كده على تم وجه السرعه يعني. طب يا خليل يا حبيبي، مش واجب برضه تقولي تعالي معايا يا بدبد ولا انا مش معزومه؟ لا موضوع ضيق كده عائلي. نعم يا روح امك. عقلي ده ايه؟ هو انا مش مرات اخو ولا عروسه ولا ما اشبهش اللي هي عزباهم؟ وبعدين امك واختك ما عزموش ابويا وامي ليه؟ الله، ما انت عارفه امي ما بطيقش لا ابوكي ولا امك. انت يا بني الموافق على الكلام ده؟ انت القميص اتكسر اللي راح بيه كاتب الكتاب. بعدين كل واحد حر في تصرفه. وبعدين امي مش طايقه امك، فاكره؟ بسبب ان امك راحت قالت شفتوا بنتكم زهره عايزه تخطف جوز الحنوتي، فاكره مش فاكره؟ وانا مالي ومال الحواديت دي؟ انا ايه علاقتي بالحكايه دي؟ انا مراتك يبقى اجي معاك على الفرح على طول، فاهم ولا لا؟ ولا انت عايز تروح الفرح وتملى كرشه؟ كرشي اكل اكل اكل، انت على طول كده همك على بطنك. اسم الله، امال انت رايح الفرح ليه يا ده العادي؟ مش عشان تاكل وتملى بطنك؟ لا مش حامله بطني، رايح بصفتي اخوها الكبير، وكيلها هشهد على كتب الكتاب يعني. خلاص، وانا كمان رايحه الفرح بصفتي مرات اخوها الكبير وكيلها يعني. بقول لك ايه، رجلي على رجلك بدل ما اخليك تطلع من هنا على خشبه. اطلع على خشبه، عاوزه تنفع ابوكي. بديعه، ما تخلينيش اخسر اختي، ممكن تمنع عني مرتبي. وبعدين زي ما فهمتك ده كتب كتاب مش فرح. ايوه يلا شغل اللوع والكهن بتاع امك واختك. خليل بالادب كده يا اخويا، رجلي على رجلك واللي يحصل يحصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. سبحان الله. الحمد لله. ايوه الحمد لله. سبحان الله. الحمد لله. سبحان الله. اتفضل يا مولانا، اتفضل. سبحان الله. الحمد لله. مبروك يا عروسة. يا عم دي قربت تطلق. العروسة جنبك اهي، اهي اختي حبيبتي اهي، اتفضل بص. أين العروس؟ العروسة اهي اهي، اتفضل يلا خلص. البقاء لله يا بنتي. والدك ولا والدتي؟ يا عم انت هتفول علينا ليه؟ الله، ما تخلص السبوه بتاعتك عشان نتوكل على الله. طيب أين العريس؟ العريس جنبك اهو يا سيدنا. أنت العريس؟ يا عم ركز بقى، ما انا مرزي جنبك من الصبح اهو. وأنت العروس؟ هل أوفيت العدة؟ أين الأوراق؟ الأوراق اهي يا عم الشيخ. العريس اهو اللي قاعد جنبك. وايه لزوم الفستان الاسود اللي هي لابساه ده؟ النبي يا اختي كلمتها كتير قوي، قالت لي ابدا صعبان عليا، مش هاين عليا لا الاسود ابدا. ولما هو صعبان عليها قوي كده بتتجوز تاني ليه؟ يا اختي ابنك هو اللي فضل يتحنجل ويلح يلح لحد ما وافق. ألف مبروك وبالرفاع والبنين. الف مبروك يا ست الكل، ومبروك عليكي انا. بس يا بديعة، احنا في حالة حداد. بالكتاب الأردحي ده حتى ما شربونا كوبايه شربات، فكان ناقص اجيب لهم امي تعدد لهم. مش انا قلت لك قبل ما نخرج ما صدقتنيش؟ كنت عايز اروح عشان الاكل اديك رحت كلت على قفاكي. ولما اختك
حزنانه قوي كده وهتلبس اسود، كانت بتعمل فرح وبتتجوز من اصله ليه؟ انت مالك بقى؟ هي راضيه وهو راضي، انت مالك بقى يا قضا؟ هقول لك حاجه يا خليل، الواد جوز اختك ده مدام نخ كده اهو هقطع دراعي الاتنين ان ما طلع داخل على طمع. داخل على طمع، قال يعني انتوا اللي مش طمعانين. فريد، انا كنت عايزه بكره ان شاء الله قبل ما نسافر نروح نزور ماجد الله يرحمه. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ معقول كده؟ مش معقول ليه بقى ان شاء الله؟ بقول لك ايه؟ الموضوع ده خلص خلاص، ومن النهارده تنسي كل حاجه كانت متعلقه بماجد. انت دلوقتي متجوزه ولازم تراعي مشاعرك. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ بقول اللي انت سامعاه، وكلامي ده لازم يتنفذ، انت فاهمه؟ يعني الفتره اللي فاتت دي كلها كنت بتمثل على اللي انت بتحبه. ايه دخل ده في جوازنا؟ هو احنا هنفرح ونتبسط ولا هنقعد طول عمرنا حزينين على المرحوم الله يرحمه؟ في زوج يقبل على نفسه كده ده يبقى زوج رزق ده. انت غشاش غشاش ولازم تطلعني دلوقتي حالا. انا اسف يا زوزة يا حبيبتي، انا ما اقصدش ان انا ازعلك، انا بالعكس انا عايزك تفرحي. خلاص يا حبيبتي، بكره هنروح سوا المدافن ونقعد نعيط براحتنا. يلا ننام بقى. اوعى. اوعى ايه؟ ده النهارده ليله الدخله. زوزة انت لسه زعلانه؟ فريد نام وسيبني. انا عايز انام، انا اصلي تعبان من كتر الرقص. اتفضل نام. حاضر. نمتي؟ ايوه نمت. طيب انا بطمن بس، في ايه؟ يا شقية غيرت رأيك انت صح؟ لا انا بخاف من الضلمة. كنت ناقصك انت كمان جاي تتحنجل. انت بالذات بقى مش مرتاح لك. صاحبك راح، رحت انت راكب مكانه، مش كده؟ اصبر على رزقك، اصبر. انا مش فاهم انت ايه اللي مفرحك قوي كده. فرحان قوي يا اخويا، فرحان ما انت السبب. لولاك انت وفلوسك ما كانتش العيال الهفقت دي كلها طمعت. تعالوا لي بقى يا حبايبي كده، تعالى انت، تعالى كده حبيبي. افق انت بقى شبعت ضرب. تعالى تعالى انت. وانت لا وانت لا انت عايز اهديها لك كده وشه. وانت لا نعمل لكم ايه؟ اعمل لكم ايه يا اخوانا يا اخوانا؟ يلا بينا بقى. انت مستعجل ليه؟ خلينا شويه. يا هنبات هنا، مش في طيارة مستنيانا. معلش 10 دقايق كمان. 10 دقايق الطيارة هتفوتنا. يلا يا زهرة. ايه الحكايه يعني يا فريد؟ المره دي شكلك مش متاثر خالص على ماجد. ايه؟ اوام كده لحقت نسيته؟ مش عارف انا الراجل ده هجستلك في حته اوتيل في شرم الشيخ تحفه على البحر على طول. انا قلت لك يا فريد مش لازم تتعب نفسك. مش لازم اتعب نفسي يعني ايه يا زوزو؟ مش انا جوزك، يعني ده واجب عليا. مفيش فرق بيننا.
انا عندي فيلا حلوه قوي في شرم الشيخ. كنت انا وماجد الله يرحمه عايزين نقضي فيها احلى ايام حياتنا، بس ما حصلش نصيب للاسف. ما حصلش نصيب للاسف؟ يرضيك يا حاج كده؟ فريد نامي نامي. الفيلا دي انا وماجد الله يرحمه كنا بنحلم نقضي اجمل ايام عمرنا فيها، ونقعد هنا في التراس نتفرج على البحر طول اليوم. انت بتقولي ايه؟ ابوس ايدك ما تجيبيش سيره المرحوم تاني رحمه بيه وبيا بقى. جرايه يا فريد، انا وانت اتجوزنا عشان احنا الاتنين بنحب ماجد. اخص عليك يا حبيبي، لحقت تنسى؟ انا اسف. مع السلامة يا حاج. إن شاء الله براءة بإذن الله. ان شاء الله، امين يا رب. والله يا اسماعيل بيه ساعتها اعمل لكم ليله ما حصلتش ليكوا وللسجن ده كله. لا يا حاج، ولا ليلة ولا حاجة. المهم ما نشوفكش هنا تاني أبدا. سيدي الرئيس، حضرات المستشارين، إن قضية موكلي ما هي إلا قضية ملفقة الغرض منها زج موكلي بالسجن والانتقام منه. فموكلي رجل أعمال ناجح مشهود له بالسمعة الطيبة والأمانة، ولا يخلي الأمر من بعض المنافسين المتربصين به وبأعماله الذين دبروا له هذه الجريمة وهو بريء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب. لذلك ندفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وبطلان إذن النيابة، حيث أن صدر إذن النيابة بعد الضبط وليس قبله. كذلك ليس هناك دليل قاطع على أن المتهم هو مرتكب الجريمة، وكذلك لا توجد حالة تلبس، فالمتهم تم القبض عليه في مكان مغاير تماما لمكان الضبط. ولهذا كله سيد الرئيس، حضرات المستشارين، أقول نحن تعلمنا منكم أن الأحكام الجنائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين ولا تبنى على الفرض والتخمين. وفي نهاية مرافعتي أترك الحكم لهيئة المحكمة الموقرة، ونحن على ثقة ويقين في حكمها وقضائها العادل. وشكرا سيد الرئيس. تؤجل الجلسة ليوم 15 إبريل للنطق بالحكم. رفعت الجلسة. محكمة! اطمن يا حاج، اطمن إن شاء الله بإذن الله خير يا حاج. تقبر قلبي والله الله رح يوقف معك. المرة الجاية بإذن الله براءة يا حاج. مش كانوا نطقوا بالحكم وخلصونا؟ اطمن يا حاج، أنا شايف المحكمة متعاطفة معاك. يعني في أمل إن شاء الله المرة الجاية يحكموا بالبراءة؟ إن شاء الله يا حاج. أنت تعتبر نفسك دلوقتي كسبت نص الجولة. قول يا أخويا، مش ناقصك أي حاجة؟ إيه اللي بتقوليه ده فهيمة؟ إيه اللي ناقصني؟ ده أنا ناقصني حاجات كتير قوي. تقبر قلبي، شو ساوي لك؟ أعمل لك كباية؟ أعمل لك حمام محشي؟ محدش يجيب لي سيرة الأكل. شايفين نفسي مفتوحة قوي. تقلقش يا حاج، إن شاء الله بكرة تخرج ونفسك تتفتح وتبقى عالي العال. أنا كل اللي يهمني في الموضوع ده منتصر ابني أبو اليسر، فرج أبو اليسر.
فريد، ايه يا حبيبي؟ كنت عايزه اسالك سؤال عن ماجد الله يرحمه، عشان انت كنت اقرب واحد ليه. ماجد تاني يا زهره؟ فريد، ده مجرد سؤال والله العظيم. اسالي. هو ماجد كان عنده صحاب كتير؟ امال يعني كان عايش بالراوي؟ ايوه كان عنده صحاب كتير. ستات؟ ستات ولا سبعات ما اعرفش انا. ما تعرفش ولا انت مش عايز تقول لي؟ يا ستي والله ما اعرف. طب كان بيقول لك عني ايه؟ هو كان بيقول كل خير الحقيقه. كان بيحبني؟ ايوه كان بيحبك، امال يعني اتجوزك ليه؟ كان بيحبني قوي. وانا مش عرفني يا زهره، هو مين فينا اللي اتجوزه؟ اما انت عرفت منين ان هو كان بيحبني؟ كان بيقول لي. كان بيقول لك ايه؟ لانه كان بيحبك. من امتى؟ من ساعه ما عرفك في المستشفى. ما قالكش كان بيحب فيا ايه؟ ما كفايه بقى يا زهره، في ايه؟ جايبك الجبل ومركبك جمل ومرقصك ومأكلك كفته، عامل لك ايه تاني؟ انا مش فاهم. ايه يا فريد، في إيه؟ انت زعلت مني ليه؟ لا انا ما زعلتش خالص، انا مبسوط، انا هفرقع من الانبساط. على فكره يا فريد، انا ما كنتش عارف ان انت عصبي بالشكل ده. اديكي عرفتي، اتبطي بقى واسكتي ولا اقول لك يلا نروح يلا. يبقى احسن ما برضه. تكيش في الطيب نصيب. سي خليل، سي خليل، استنى يا سي خليل. عاوزه ايه؟ عاوزه ايه؟ هو ايه اللي عاوزه ايه ده؟ تعالى اما اقول لك. استنى يا اخويا، كنت عايزاك في موضوع. عاوزه ايه يا كداوي؟ الا الشقه بتاعتكم عملتوا فيها ايه؟ زي ما هي. يعني مش ناويين تسيبوها خالص؟ نسيب ايه يا كداهم؟ دي بتاعت امي. بس انا اعرف ان الست ام خليل عايشه عند بنتها ومتهنيه على الاخر يا حبيبي. كداهم انت عاوزه ايه من الشقه دي؟ عايزاها الواد عمر ابن اختي، مستعد يديكوا الخلو اللي انتوا عاوزينه. ما هي مستوره والحمد لله. طبعا دي مستوره قوي. وما قالتلكش عايزين يدفعوا فيها كام؟ 10,000 جنيه. 10,000 جنيه ده ايه؟ هي ال 10,000 جنيه بتجيب حاجه دلوقتي؟ ده اقل تربه ابويا بيبيعها ب 20,000 جنيه. يا ساتر يا رب على تاجر القبور اللي على الصبح دوت. خلاص انا ممكن اقرص عليها ونهزهم شويه. دي الشقه دي اقل مبلغ يدفع فيها 30,000 جنيه. ايه حيلك حيلك؟ هي ايه شقافه ده انت مرمف ديت؟ خلاص خلص على 25. يا بنتي اخلص معاهم بصفتي ايه؟ بصفتك ايه؟ بصفتك صاحب الشقه. ومين قال لك بقى ان انا صاحب الشقه؟ هو كونتراته مع مين؟ مع عمي. خلاص روح لامك. يا بنتي ما ينفعش اروح لامي، امي لو رحت لها لازم تجيب زهره واتفاهم معاها ولازم ننصص مع بعض. يا دي زهره، خلاص روح لامك، خدها كده تحت باطك بكلمتين حلوين واقنعها. قول لها ياما الدنيا ضاقت بيا وما بقتش قادر خلاص ادفع ايجار الشقه اللي احنا قاعدين فيها، احنا جايين نسكن معاكي هنا. ما ينفعش يا بديعه. الله، انت ناسه ان الشقه دي ملك واللي دافع فلوسها الحاج فرج. يا رب فك زنقتك يا حاج فرج يا رب. حق ايامه كانت هانا، ربنا يفك زنقته بقى. الا قول لي، لو خد براءه كده ان شاء الله اختك هترجع له؟ يا ريت يا بديعه، يسمع من بقك ربنا، يا ريت ترجع له. طب واللي اختك متجوزاه هيروح فين؟ هيروح سينما من 6 ل 9. صحيح يا ماجد، انت نفسك في ولد ولا بنت؟ بصراحة بصراحة ومن غير زعل، لا اكيد هزعل، بس قول. أنا عايزك أنت، يعني سواء ولد أو بنت، المهم إنك هتكوني مامته. ماجد مات خلاص، اتدلق في البحر والسمك كاله وهضمه كمان. خس عليك ما تقولش كده. بس عليك ما تقولش كده، امال اقول ايه؟ دي الحقيقه اللي انت مش قادره تصدقيها، جوزك مات يا هانم. بعد الشر عليك يا حبيبي. تفي من بقك، فانا الله ولا فالك. الحمد لله انا لسه بصحتي. انا بتكلم على اللي كان جوزك مات، ما تجودش عليه غير الرحمه. ابوس رجلك بقى احترمي مشاعري شويه. هو الفرق بقى بينك وبين ماجد الله يرحمه ان عمره ما زعق لي ولا اتنرفز عليا بالشكل ده. هو بصراحه حبيبتي يعني ما ينفعش كده. يعني ايه لازم اكل واشرب كل حاجه كان بيحبها ماجد الله يرحمه؟ ده حتى فال وحش. خلاص، طالما السيره دي بتزعلك قوي كده انا مش هتكلم مع ماجد تاني ابدا عشان تكون مبسوط. توعديني؟ يا ماجد برضو الله يرحمه كان دايما يسالني السؤال ده، يقول لي توعديني؟ بالحساب يا ابني.
شقة ايه يا واد اللي انت عايز تبيعها دي؟ تكونش فاكرها شقتك؟ مش عارفه مصيبه يا ماما. كل شهر هيتكسر عليا، والشهر اللي بعده والشهر اللي بعده، لغايه ما يطردوني منها واروح اقعد في الجناين، والبلد ما عادش فيها جناين. انت يا واد شقتك تمليك؟ لا مش تمليك، ده قانون جديد، ايجار جديد، بدفع 200 جنيه كل شهر، غير الميه والكهرباء والزباله. على العموم انا ما اقدرش اتصرف في اي حاجه الا لما اشور علاقتك الاول. وانت عايز بقى دي تعمل بيها ايه؟ ابيعها واخد فلوسها احطها في البنك، والفوائد بتاعت البنك ادفع ايجار الشقه ونعيش زي الفل. وانا استفيد ايه بقى من ده كله؟ ما انت كل يوم تيجي تقعدي عندي في البلكونه واجيب لك لب اسمر. لا يا اخويا انا عايزه لب ابيض. بقول لك ده كداب ياما. لا، الشقه اللي هو قاعد فيها دي فرج اشتراها له، انا متاكده. طبعا هتلاقي العقربه مراته وامها ورا الحكايه ديت. لا مش هديها له ياما، انا خلاص وعدت فوزي. ايوه ابن عمته عايز يتجوز فيها. ايوه هديها له. ازاي يا بنتي بس؟ انت بتفكري ازاي؟ مش عايزه تاخدي منه حاجه من الشقه خالص؟ ازاي؟ اسمع ما اقولك، اخوكي جايب فيها 25,000 جنيه. بقولك ابن اختي كيداهم هيدفعهم له، صدقيني جاتك نصيبه. ايوه يا زهره، بقولك 25,000 جنيه. وكمان عايزين تدوا الشقه للولايه اسمها كيداهم؟ يا نهار اسود. قولي لخليل يشيل الموضوع ده خالص من دماغه، كفايه اللي بنهبه مني كل شهر. طب على الاقل فوزي جمايله مغرقاني يعني. خلاص سيبك بقى من موضوع الشقه دي. مروان بيرضع وماجد بياكل كويس. مش عايزه اقول لك يا عم العيال دول وحشوني قد ايه. لا وانت كمان وحشاني يا حبيبتي. والله ياما انا عايزه ارجع، بس كل ما اقول لفريد يقول لي معلش خلينا قاعدين شويه، ادينا بنتفسح وبنغير جو. يا بنتي بقى افهمي بقى افهمي، عمال طول الليل اقول لك زهره رفضت تبيع الشقه. وهي ترفض ليه ولا توافق ليه من اصله؟ هي كانت شقتها ولا شقتها؟ دي شقه امك. لا وكمان بقى مش شقه امك، دي شقه ابوك. ما تقولي اللي جاب ابوك بالمره، في ايه؟ وبعدين ما تشيلي زهره بقى من دماغك. يا بنتي ممكن تزعل معانا، ما تعرفيش ايه اللي هيحصل. ايه اللي هيحصل يعني؟ ما اللي يحصل يحصل. لا مش اللي يحصل. ممكن يكون الحاج فرج كاتب الشقه دي باسم زهره. زهره هتاخد موقف مننا، لا منك انت بالذات، وهتطردنا في اقرب بلاعه. ابقى رجعت المجاري تاني. انا مش عارفه زهره دي عامله للراجل ده ايه، وهو يا حبه عيني مش مخليها محتاجه اي حاجه، وفي الاخر هدته بومبا. رحت لواحد اسمه فريد، مش نازل لي من زور ابدا. هو فين؟ الحاج فرج فين؟ فريد ده بيفكرني بس بحاجه واحده للحاج فرج، عايز اقول له اشتقت لك اشتقت. العافيه يا ام بديعه. اهلا يا كيداهم، ازيك يا حبيبتي؟ اتفضلي. يزيد فضلك يا اتفضلي يا اختي. حبيبتي. اهلا وسهلا. أهلاً اقعدي. بيك. اهلا وسهلا. اهلا. عامله ايه؟ كويسه؟ الحمد لله. حماتك بتحبك، عامل لك قهوه بقى. قولي لي يا اختي، خير؟ حد مات عندكم؟ يا ساتر يا رب، تفهم من بقك، ده انا جايلك في الخير. خير يا اختي، كنت عايزه اخدم. ها في ايه؟ انا اصلي كنت كلمت سي خليل على شقتهم. ايه ده؟ هم قالوا لك انه هيعزلوا ولا حاجه؟ ينيلهم، ده ما حدش جاب لي سيره. انت قصدك ايه؟ انا قصدي على شقتهم اللي كانوا عايشين فيها، هو وامه واخته اللي ما تتسمى. انت مش غريبه يا اختي، الواد ابن اختي كاتب كتابه بقاله 3 سنين ومش لاقي شقه، فقلت بدل ما هي مركونه كده شقتهم وملهاش لازمه عندهم نديهم فيها خلو وناخدها. ها وعايز يدفع فيها كام؟ انا قلت لسي خليل 25,000، لكن باين عليه ما عجبوش المبلغ، قلت نقفلهم ال30. يا مصيبتي، 30,000 جنيه؟ ايه قليلين؟ نخليهم 35. المدعوة اخته مش موافقه. وهي دخلها ايه؟ ولا تكونش يا بنت عايزه تكوش على الفلوس؟ هي البنت دي ما بتشبعش.
قال ايه؟ مش عايزه تبيع، هتدي الشقه لفوزي يسكن فيها قرايبه مجانا. من غير ما يدفع فلوس يا بت؟ حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم فرج أبو اليسر من التهمة المنسوبة إليه. رفعت الجلسة. محكمة! يحيى العدل! يحيى العدل! مبروك، مش انا بشرتك بالبراءه يا حاج. اتبع رجلين منتصر وفرقهم، واصرف شهر مكافأة لكل موظفين المجموعة. ألف مبروك يا حاج، مش قلت لك ربنا هينصرنا؟ انت بقى يا حبيبي مش هتاخد مكافئتك الا بعد ما تلغي لي حكم الطلاق. فكرتني بتقولي دمك كمان. انا بجد مبسوط قوي قوي، وحاسس ان لسه متجوزك حالا بصراحه. بقول لك ايه، اللي فات من شهر العسل ده مش هيتحسب، هنعد من اول وجديد بقى. انت بقالك شهر اجازه، يلا عشان بقى تشتغل. اشتغل ايه؟ اسيل البحر ده واشتغل؟ مش هشتغل طبعا. ابتديت. بقول لك ايه، انا همد بلطجة؟ اجازتي، همد اجازتي شهرين كمان. انت بتستهبل. والله. تعالي هنا عروسه. يا حبايبي يا حبايبي يا حبايبي، وحشتوني وحشتوني يا حبايبي، وحشتوني بصي يا بوسي بصي يا بوسي. وحشتوني وحشتوني يا حبيبتي. كفايه على مهلك على مهلك يا بوكي. يا حبايبي يا حبايبي، كفايه يا بنت انت ولاد. يلا اقعدوا اقعدوا. روحي انت كمان ادي هون. وحشت القعده معاكم على الاكل. اقعدوا يا اولاد. كل تقبر قلبي، ليش انت ما عم تاكل؟ ما تاكلش ليه؟ خد يا قلبي خد. خد يلا خد. تحب اجيب لك مكرونه؟ يا عيني. يلا ده انت خاسس وعدمان. حيلك انت وهي. ما كنتش بتاكل. انتوا بتزغطوا وزه ولا بطه؟ استنى بس. خد خلاص كتر خيركم كتر خيركم، انا مش عايز حد ياكلني، انا هاكل بنفسي. وبعدين ايه لزوم الاكل ده كله؟ انا خلاص اخدت على الاكل السجن، من هنا ورايح تطبخوا له يمك. يمك؟ شو هذا اليمك؟ هدوقه لكم ان شاء الله. ليه عملت كده يا زهر؟ ده مفيش حد في الدنيا دي كلها حبك قدي. اديتك كل طلباتك عن رضا وطيب خاطر، امنتك على حالي ومالي، وعملتلك توكيل بكل ما املك، وكان جزائي ايه؟ ورثتيني بالحياة، وحرمتيني حتى من ان اشوف ابني اللي ترجيته من ربنا. كنتيش قادرة تصبري عليا في المحنة دي. ده أنا كنت هشيل جميلك فوق راسي. كنت ساعتها هعمل لك قد اللي عملتولك قبل كده 100 مرة. كان ليه الغدر يا زهرة؟ وتجوزي 2 من بعدي وتخليهم يتمرغوا في خيري؟ لكن لا، ده أنا فرج أبو اليسر اللي ما جابتوش ولادة، وحياة ابني اللي ما شفتوش. لا خليكي تشوفي أيام يا زهرة أسود من قرن الخروب. هتعمل ايه بعد ما صاحبك طلع؟ قول لهم يطمنوا، الحاج ما فيش في دماغه اي حاجه اليومين دول غير انه ازاي يرجع اللي اسمها زهره دي، وسايب كل شغل المجموعه ليا زي ايام ما كان في السجن بالظبط. طب وهو ناوي يعمل ايه معانا؟ ولا نخلص عليه ونخلص؟ تخلصوا عليه؟
الحاج ده ب7 أرواح، وبعدين ما انتوا حاولتوا تخلصوا عليه قبل كده 3 مرات وكل مرة كان بينفد منها. تصدق أنا خايف تحاولوا مرة بعد كده وتفشلوا، ساعتها بقى الحاج مش هيسكت، هيقعد يبعبع ويفضح المستخبي. محدش هيصدقه. يبقى انتوا كده عدم المؤاخذة مش فاهمين أي حاجة، عشان كده الدنيا بايظة من حواليكم. شوف سعادتك، انتوا ما تعرفوش الناس بتحب الحاج فرج ده قد ايه، مع ان الحاج فرج بتاع نسوان يعني، انما انا ما شفتش حد في حياتي بيعمل خير في الناس زي الحاج فرج. وبعدين من غير زعل، الحاج مخه يوزنكم كلكم. جرى يا منتصر، انا شايفك يعني عمال تقول فيه قصايد شعر. انا عايز الفت نظرك لحاجه. اذا كان الحاج فرج في نظركم كبير، احنا ما عندناش حد كبير، واي حد يعمل كبير هياخد فوق دماغه. حوش من كتر اللي اديتهم على دماغهم. طب ده الحاج ذات نفسه اداكوا على دماغكوا قبل كده كذا مره. شوف سعادتك، الحل اللي عندي انكوا لازم تبعدوه عن اللي اسمها زهره دي باي شكل. لازم ما تخلوهوش يطولها عشان يفضل لايد عليها كده وما يركزش في شغله، وساعتها بقى افضل انا ماسك الشغل واديكوا اللي انتوا عايزينه من غير ما هو يحس. زهره دي ليها حساب كبير قوي معانا، بس بعد ما ترجع من شهر العسل، وهنشوف بقى اذا كانت هتسمع الكلام المره دي ولا لا. شفت المصيبه اللي احنا فيها؟ مصيبة ايه يا فوزي؟ اتفضلي اقري. فرج؟ ايوه يا ستي، الحاج فرج خد براءه. بقى بعد ما ظبطوا عنده المخدرات وادوا له 15 سنة يرجعوا يدوا له براءة؟ ادوا له براءه عشان اجراءات الضبط ما كانتش سليمه. طب ايه بقى المصيبة في كده يا سي فوزي؟ بدل ما نبعت للراجل تلغراف ونبارك له؟ تباركي له على ايه؟ انت مش فاهمه حاجه. ده كده موقفه ممكن يدعم في قضيه الاستئناف اللي عاملها على زهره، وكده ممكن يردها لعصمته. يا لهوي. طب وفريد اللي اتجوزته ده، دي ساعتها هتبقى مشكلة جامدة. كده جوازها من فريد هيبقى باطل. زي جواز عتريس من فؤادة كده؟ ايوه هزاري هزاري. انت بتهزري؟ انت مش فاهمه قيمه المصيبه اللي فيها صاحبتك ولا ايه يا نوال؟ يا ابني ما هي اتجوزت ماجد قبل كده. ما هو جوازها من ماجد ده كمان باطل، لأن كل ما بني على باطل فهو باطل. تحبيني قد إيه؟ كتير قوي حبيبي. بجد؟ يوه على موبايلك ده ما بيسكتش. أنا حاسس إن هو بيفرق بينا، ما تقفليه بقى. لا ده فوزي. يا ساتر، ده نحس ووشه نحس. ايوه يا فوزي. ايه الخبر الوحش ده؟ مش قلت لك فقري؟ اخد براءة؟ ايوه يا ستي خد براءه، وموقفك كده اصبح في منتهى الخطوره يا زهره. الاستاذ عيسو قال له انه جدد الاستئناف في حكم الطلاق اللي فات، وكده ممكن يكسب الاستئناف وموقفك يبقى في منتهى الخطوره يا زهره ويردك لعصمته. ايه اللي انت بتقوله ده يا فوزي؟ معقولة؟ يعني ايه ساعتها يبقى جوازي من فريد باطل؟ هو مين ده اللي باطل؟ انت عبيط ولا ايه؟ ايوه يا ستي باطل. انا من رأيي انكم تفضلوا هناك لحد ما اقول لك الامور هتوصل لايه. مع السلامه. الظاهر ان المسائل اتعقدت قوي يا بنت يا نوال. بصراحة حكاية ليها العجب. تفتكر فعلا الحاج فرج ممكن يرجعها لعصمته حقيقي؟ يا حبيبتي انا مش قادر افهم انت ليه قلقانه كده؟ ما قلقش بس ازاي يا فريد؟ لو كسب القضية دي معناه ان انا عزمة 2. يا ستي ولا يهمك، دي قضيه خسرانه 100%. ما تستهونش فرج ابو اليسر، ده راجل عنيد، لو حط حاجة في دماغه لازم يعملها. وانت كمان ما تستهونيش بجوزك فريد المغربي. انا ليا قرايب جامدين قوي يقلبوا البلد دي ويعملوا اللي احنا عايزينه. يعني انت شايف ان الموضوع مش خطير؟ خطير بالنسبه للناس اللي ملهاش ظهر. وبعدين انا شايف اساسا الموضوع ده مش منطقي. يعني ايه واحده تحصل على الطلاق وبناء عليه تتجوز تاني، بعد شويه يرجع جوزها الاولاني ويقول دي مراتي؟ ازاي عايز يرجعك وانت على ذمتي وانا ايه؟ برميل ترشي؟ مش فاهم ايه اللي عجبها في اللي اسمه فريد ده كمان. يا ابني القلب وما يريد. قلب ايه ويريد ايه؟ امال الحب اللي كانت بتحبه لماجد ده كان ايه؟ مش بيقولوا ان بعيد عن العين بعيد عن القلب؟ هو ايه اللي بعيد عن العين ولا بعيد عن القلب؟ ده اللي يشوف الحزن اللي حزنته عليه لما مات يقول دي مش هتعرف راجل تاني في الدنيا دي كلها بعد اللي اسمه ماجد. اهو انت في كلامك ده عندك حق. اللي تتجوز واحد زي ماجد ده تطلق كل الرجاله حتى بعد ما يموت. لا يا شيخه، ومالك كده كل ما تيجي سيره ماجد ده تتحسري يعني؟
هو انت اللي كنت متجوزاه ولا زهرة؟ حكمت المحكمة حضوريا ببطلان حكم الطلاق بين فرج أبو اليسر وزهرة على الله مرزوق. فين مراتي يا بنت؟ مراتي فين؟ زهرة! مراتك مين يا حاج؟ ايه الهفلطه اللي انت بتهفلطها دي؟ هيكون من غيرها يا حبيبي. زهرة! اصل عدم المؤاخذه الحاج خد حكم يعني ببطلان طلاقه من الحاجه زهره، يعني الحاجه زهره دلوقتي شرعا وقانونا على ذمه الحاج. ايه الصوت ده؟ نهار اسود. فرج؟ ايوه فرج. ايه نسيتيني؟ فرج جوزك يا حبيبتي، جوزك اللي ما يقدرش يستغنى عنك ابدا. شيل ايدك يا عم انت، دي مراتي على سنه الله ورسوله. الكلام ده يا حبيبي قبل حكم المحكمه، انما جوازك من الهانم دلوقتي باطل. لو سمحت يا مدام زهرة اتفضلي مع الحاج فرج. اتفضل على فين؟ انا جوزي واقف قصادك اهوت. بتتكلم؟ انت ساكت ليه؟ فين الناس المصريين اللي كنت بتقولي عليهم؟ يا حضرة الظابط دي مراتي شرعا وقانونا، واللي هيقرب منها انا هقتله. مفيش داعي للتهور يا باشمهندس، احنا جايين ننفذ حكم المحكمة، هاتوها. يا حضرة الظابط خليني فريد. ما ينفعش، شيل ايدك من انا مش سيبها بقول لك. لا بتعمل كده يا فرج. سيبها. اوعى سيبوني. زهرة وسع وسع. زهرة مالك يا زهرة في ايه؟ كابوس يا فريد. خير ان شاء الله. انا خايفه قوي. خايفة من ايه؟ خايفه من حكم المحكمه. خايفه حسن فرج بعدين ياخد مني الواد. ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش ما تخافيش، ان شاء الله خير. نام. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا متر. اهلا بيك. خير ان شاء الله. كل خير يا حاج. انا جاي افكرك بس بجلسه بكره، خفت لا تكون ناسي ولا حاجه. ناسي؟ ودي برضه حاجه تتنسي؟ بس طمني، انت شايف الموضوع ماشي ازاي؟ طمن يا حاج، انا لسه جاي من المحكمه دلوقتي، كنت بجيب مستندات عشان نقدمها في جلسه بكره ان شاء الله. مستندات ايه تاني؟ شهاده بالبراءه في القضيه الجنائيه اللي انت خدتها، وشهاده من الجدول بتثبت ان زهره رفعت قضيه التطليق بتاعتها قبل مرور سنه على حبسك، وده سبب مهم يخلي محكمه الاستئناف تلغي حكم التطليق اللي خدته لانها رفعت قضيتها قبل الميعاد. يعني زهره كان لازم ترفع القضيه بعد سنه من حبسي؟ مش قصدك كده يا متر؟ مظبوط، الله ينور عليك يا حاج، القانون بيقول كده. الله. طب انت ما قلتليش ليه عن النقطه دي قبل كده؟ انت كنت في ايه ولا في ايه يا حاج؟ كفايه الحبسه اللي انت كنت فيها، كنت هشغل بالك ليه بس بالقانون والاجراءات بتاعته؟ المهم دلوقتي بقى عندنا سببين يخلوك تكسب القضيه. يعني احنا لو كسبنا القضيه بكره ان شاء الله نقدر ننفذ على طول، ومراتي ترجع لي، وابن ابو اليسر يبقى في حضني، ونخلص بقى من الهم ده. هيحصل يا حاج ان شاء الله، حتى لو هم عملوا استشكال لتعطيل التنفيذ فده اجراء روتيني وشكلي، المحكمه 100% بترفضه وبتحكم بالاستمرار في التنفيذ، وان شاء الله ربنا هينصرك يا حاج. كله على الله يا متر، بس انا عايز اطمنك، اتعبك حاجه وحلاوتك لو كسبت القضيه حاجه تانية خالص. انت عارف بقى فرج ابو اليسر دايما عند وعده. طب اتفضل انت بقى عشان ما تتاخرش عن شغلك وتجهز نفسك لبكره. ماشي يا حاج. وبعدين اتعاب ايه وحلاوه ايه اللي انت بتتكلم فيها دي؟ ده انت خيرك مغرقنا يا حاج. يا سيدي العفو. بالاذن يا حاج. السلامه. السلام عليكم. شد حيلك. اهلا يا متر. ايه يا حاج؟ في ايه؟ ايه الحكايه بالظبط؟ القضيه بكره ان شاء الله. بكره. طب افرض يا حاج انك كسبت القضيه، يعني تفتكر الراجل اللي هو متجوزاه ده هيسيبها لك كده بالسهل؟ هيقول لك اتفضل خد مراتي؟ يا بني ادم زهره مراتي من الاول، وانا كنت طلقتها عشان اتجوزها؟ انت ليه مش عايز تفهم؟ طب لما هي مراتك من الاول يا حاج يبقى انت ليه رفعت القضيه؟ انا يعني قلت اسيرهم، اخدهم على عقلهم لما اشوف اخرتها ايه مع القانون بتاعهم اللي دوشني بيه ده. طب ما تاخذنيش يا حاج، افرض يعني افرض ان انت خسرت القضيه، هتعمل ايه؟ ولا كأني سمعت حاجه. اخر طناش، مراتي زهره شرعا وابن ابو اليسر ابني شرعا، ويبقوا ضربوا دماغهم في الحيط.
الو. ايوه فوزي، الجلسه النهارده؟ طب الله يكرمك اول ما تخرج طمني، ها؟ ربنا معانا ان شاء الله. ماشي يا فوزي، مع السلامه. رول 22 فرج ابو اليوسف ضد زهرة على الله مرزوق. اثبت حضور الاساتذه. رفعت عبد الحميد المحامي حاضر مع المستأنف فرج ابو اليسر بشخصه. وانت فرج ابو اليوسف؟ ايوه يا فندم. معاك اثبات شخصيه؟ اه طبعا. لو سمحت. واثبت حضور الاستاذ. انت يا استاذ. احمد العيسوي المحامي حاضر عن السيده زهره على الله مرزوق بالتوكيل الرسمي العام 917 الصادر عن السيده زينب والسابق اثباته. اتفضل يا استاذ. سيد الرئيس، حضرات الساده المستشارين، التمس من هيئه المحكمه الموقره الغاء الحكم الصادر من محكمه اول درجه والمقضي فيه بتطليق السيده زهره على الله مرزوق من السيد فرج ابو اليسر، وذلك تاسيسا على الدفوع الاتيه. اولا، الدفع الاول سيد الرئيس حضرات المستشارين، وهو حصول المستأنف فرج ابو اليسر على حكم البراءه في القضيه الجنائيه التي كان محبوسا على ذمتها. السبب الثاني وهو بطلان صحيفه دعوى التطليق التي رفعتها المستأنف ضدها، لانها رفعتها قبل مرور سنه على حبس الزوج، وهذا يبطل اجراءات الدعوه، وما بني على باطل فهو باطل. وأتشرف سيد الرئيس بتقديم صورة من المستندات السابق تقديمها، وأترك الحكم لعدالة المحكمة. وانت يا استاذ ليك طلبات؟ ايوه يا سياده الرئيس، انا بطلب من عداله المحكمه التاجيل للاطلاع والاستعداد. دي مش اول جلسه يا استاذ. ما حضرتوش ليه الجلسه اللي فاتت بعد ما اتجددت القضيه من الشطب؟ القضيه كده جاهزه للحكم. خلاص سعادتك، اللي تشوف عداله المحكمه. بعد الاطلاع على أوراق القضية والمستندات، حكمت المحكمة أولاً بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة المقضي فيه بتطليق السيدة زهرة مرزوق من السيد فرج أبو اليسر والالتزام بعقد الزواج الموثق بينهما. رفعت الجلسة. ايوه كده، كل شيء يرجع لاصوله والحق يرجع لاصحابه. الف مبروك يا حاج، الف مبروك. استاذ فوزي. نعم يا حاج. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. ممكن تقول لي بقى عملت ايه بخيبتك التقيله انت وزمايلك اللي معاك؟ والله يا حاج لسه الدور ما خلصش، هو احنا جايين هنا نفسح الروب ولا ايه؟ بطل هبهبه بقى وقول لي مراتي فين؟ مراتك ايه يا حاج؟ انت لسه مطمن وحاطط في بطنك بطيخه صيف انها مراتك؟ والله الحكم قال كده. لسه في استشكال يا حاج، انتظرنا في الاستشكال. مراتي فين يا فوزي؟ مراتك يا حاج مسافره مع جوزها بتقضي الهاني مول. انت لسه برضه مصمم تقول جوزها؟ طب سافرت في انهي داهيه؟ والله يا حاج ما اعرفش بقى، الهاني مول ده اصل اراضيه واسعه. ليه؟ مش انت المحامي بتاعها ولا انت راجل تربش؟ لا يا حاج مقبوله منك، تشكر. انا محامي يا حاج بس، لكن ماليش دعوه بقى بالحاجات الشخصيه ولا الداخليه. يعني مش عايز تقول لي هم راحوا فين؟ ماشي، بس انا مسيري هعرف. شوف يا استاذ رفعت، لو كنت ضحكت على الاستاذ عيسوي، فوزي العدوي الشماشرجي ما يضحكش عليه. الظاهر انت ما تعرفنيش كويس يا استاذ رفعت. وضح كلامك يا استاذ فوزي، انا مش فاهم حاجه، انت تقصد ايه بالظبط؟ لا انت فاهم كويس قوي يا استاذ رفعت انا اقصد ايه، والحركات النص كم دي ما تاكلش معايا لا مؤاخذه. انت نسيت ال 100,000 جنيه اللي انت لهفتها ولا ايه؟ طب اتكلم كويس لو سمحت، وبعدين انت عايز ايه من الاخر؟ عايز ايه من الاخر؟ ال 100,000 جنيه يا استاذ اللي خدتها. عموما الشيك اهو، كنت هبعتهولك. انا راجل شريف يا استاذ فوزي وما اقبلش فلوس حرام، ولا يمكن ابيع موكله تحت اي ظرف. على اذنك. واضح قوي من شنبك ان الشرف بينط منه. احب الناس الشرف. مش عارف ابلغها الخبر ده ازاي ولا هقول لها ايه. امال يعني هتسيبها كده؟
لازم تقول لها طبعا عشان تعرف هتعمل ايه. بقول لك يا نوال، ما تقولي لها انت وتريحيني انا من الموضوع ده. انا؟ لا يا اخويا، انا ما ببلغش الاخبار الوحشه دي. يعني انا بقيت بتاع الاخبار الوحشه يعني هنا في الشركه ولا ايه؟ الا قول لي يا فوزي، هي دلوقتي تطلع مرات مين فيهم؟ المحكمه حكمت انها مرات الحاج فرج ابو اليسر. طب وماله الحاج فرج؟ هو وحش؟ دي كانت ايامه هنا، وبعدين ما هو خلاص طلع بريء من قضيه المخدرات دي. انت مالك مستسهله الموضوع قوي كده يا انسه؟ الله، يعني لو ما كانش الحاج فرج دخل السجن كانت هتعرف تتجوز ماجد؟ ولو ما كانش ماجد مات كانت هتعرف تتجوز فريد؟ انا شايفه ان الامور كده رجعت لاصلها الطبيعي. وبعدين مين سبب العز والهيلمان اللي هي فيه ده؟ مش الحاج فرج؟ طب واللخبطه اللي هتحصل؟ لخبطه ايه؟ لخبطه ايه؟ الواد اللي خلفته من ماجد ده هيبقى وضعه ايه؟ والواد اللي خلفته من الحاج فرج هيبقى وضعه ايه؟ وافرض حملت وخلفت من اللي اسمه فريد ده، هيبقى الوضع ايه بالظبط؟ ولا العيال دي هتقول لبعض ايه؟ الو يا فوزي، تقول ايه؟ نهار اسود. طب والحل ايه يا فوزي؟ يعني ايه استشكال؟ طب انت شفت فرج؟ ما تعرفش هو ناوي يعمل ايه؟ طب انتوا المحامين هتعملوا ايه؟ هنقدم استشكال يمنع تنفيذ الحكم لحد ما نشوف حل قانوني. المهم انا عايزك ما تتنقليش من عندك لحد ما اقول لك هنعمل ايه. قابلته وسالني عنك وقلت له ما اعرفش انت فين. ايوه ماشي. انا عايزك تقب وتغطس لحد ما تعرف مكانها. لازم اعثر عليها باي طريقه. اللي اعرفه يا حاج انها سابت الفيلا واجرتها. واللي اجروا الفيلا دول مش بيدفعوا لها الايجار؟ واكيد عارفين هي قاعده فين. احنا ايه اللي يودينا بعيد يا حاج؟ ما احنا قدامنا خليل اخوها وامها كمان. امها دايما معاها، يعني لو عرفنا مكان امها هنعرف هي فين. وخليل اخوها اكيد عارف مكان امه. بقول لك ايه، انت جيب لي خليل ولا اصلك معاك شد وهاته. خليل خليل. ايوه ايه؟ بس خليل محفوظ. ليه؟ انت عارف ان الحاج فرج كسب القضيه اللي كان رافعها على زهر اختك؟ نار السخ، يعني كده بقى عايز المطبخ والبطاطين والعفش اللي عندها ولا ايه يعني؟ يا عم عفش ايه ومطبخ ايه؟ ده المحكمه حكمت ببطلان طلاقها منه. يا نهار اسود. يعني اختي زهره دلوقتي على ذمه 2 رجاله طول عمره اقول زهره دي جامده جامده. فوق شويه وصحصح معايا يا خليل. بقول لك دلوقتي الحاج فرج عايز يرد زهر اختك لذمته تاني. طب واللوح اللي معاها ده، يعني اللوح اللي معاها هنعمل معاه ايه؟ هيديله قرشين كده عشان يعمل خليه رجل. مكفوق بقى من الهلفطه اللي انت فيها دي يا خليل يا اخي، وفوق لي شويه يا عم. هو كفايه شرب، انت شارب ايه على الصبح؟ يا عم انا شربت حاجه؟ انت هتفضحني في وسط الشركه اللي مليانه زرع دي؟ في ايه؟ انا ما شربتش الا بوستين 2. وبعد بيني وبينك برضه تبقى الحكايه دي موضه، اي واحد تتجوز اكتر من واحد. بيني وبينك البنات دي تراب. يا خليل عاوز دماغك، عاوز دماغك يا اخويا. فوق وتسمع الكلمتين اللي هقولهم لك دول دلوقتي. دلوقتي الحاج فرج بيدور على زهر اختك. طبعا. ماشي، اي حد من تبعه، اي حد تشم ريحه حتى من جنبه، ما تجيبش سيره اي حاجه عن اختك، لا تعرف فين ولا سافرت ولا ما سافرتش ولا راحت فين ولا جت منين. خلاص انسى الموضوع ده يا عم فوزي، انسى. احنا عيال صغيره ولا ايه؟ انا هيتقطع لساني وما اتخلقش لسه اللي هيعرف مني اختي زهره اساسا موجوده فين. انت بتهرج. بس ربنا يكرمك. بس ايه زهره مسافره فين؟ بديعه بت بديعه، انت بت؟ ايه مالك بتزعق ليه؟ ايه ده بتعملي ايه؟ هقول لك بقى على موضوع ليه العجب. ايه لقيت كنز علي بابا على السلم؟ يا دي الفلوس، هو مفيش في دماغك الا الفلوس وبس. اختي زهره متجوزه 2. انت مضايقن عليك كده مسطول، اختك متجوزه 4. 4؟ وبتجيب وقت لده كله ازاي؟ وعلى ذمتها؟ هما مين دول يا راجل اللي على ذمتها؟
في 3 راحوا لحالهم بقى، والرابع هو بيفرفر. ايه ده؟ قوم شوف مين بيخبط، يلا. طب خلي بالك بس الشمال كده شويه. ايوه ايوه العباد. منتصر بيه، حلت البركه. اهلا يا سي خليل. ها، من غير لف ودوران بقى، اختك فين؟ اختي مين؟ انا استعبط من اولها. انت عندك كام اخت؟ زهره فين؟ يا باشا انا ما فيش حد هنا خالص غير مراتي بديعه بس. مين يا خليل؟ سي منتصر، اهلا وسهلا. خير خير قوي يا ست بديع. انت بقى اللي هتقولي لنا زهره فين؟ والنعمه ما اعرف، بس انا قالوا لي ان هي وجوزها راحوا يقضوا شهر العسل. انت يا خليل زهره فين؟ سافرت فين؟ على الطلاق يا باشا ما اعرف، انا في البيت هنا عامل زي مقبض الكومودينو بالظبط، ما اعرفش اي حاجه. يعني مش هتنطق تقول هي فين؟ يا باشا انا لو اعرف هي فين هقول على طول. كده خدوه والحاج بقى يعرف شغله معاه. لا يا بيه، هو خليل عمل ايه بس؟ واخدينه على فين؟ ما تخافيش ما تخافيش يا ست بديعه، ان شاء الله هيرجع لك تاني. معلش يا باشا انتوا جايين لنا وقت غدا، ممكن تتغدوا معانا بسم الله. طبخنا ايه النهارده يا بديعه؟ لا سيبك من اللي طبخاه بديعه، الحاج هيوكلك اكله مش هتنساها عمرك كله. يلا يلا خدوه. حرام عليكم. رز بشعريه وبعت تقول على هناك. يا خليل يا بيه، يا منتصر بيه، خليك يا سي يا منتصر. بديعه. يا عم استنى بس، تعالى يا خليل بس. يا مصيبتي، اعمل ايه دلوقتي يا ربي؟ يا سلام على الروقان. طبعا قاعد كده ولا على بالك. طب انت عايزاني اعمل ايه يا زوزه؟ كده برضه يا فريد، هتسيب فرج ياخدني منك كده بمنتهى السهوله؟ فكر يا حبيبي، شوف حل. انت مش قلتي ان فوزي هيعمل استشكال عشان يوقف تنفيذ الحكم؟ افرض ما اتقبلش. اكيد هيكون في حل تاني. ما هو احنا اتجوزنا خلاص، مش معقول هيجي خريج السجون ده ياخدك مني بسهوله كده، ده الدنيا تبقى فوضى. وانت هتفضل مقضيها كده قاعد بتتكلم وبس؟ انا مش فاهم انت خايفه ليه بصراحه. احنا بعيد والحاج فرج ما يعرفش طريقنا، وبعدين الوحيد اللي يعرف هو فوزي. انا جات لي فكره. ايه هي الفكره؟ احنا هنخلي فوزي يقول للحاج فرج ان احنا سافرنا بره. وهنفضل مسافرين؟ طب وبعدين؟ خلاص احنا نسافر بجد. وشغلك؟ مش مشكله، انا ممكن اطلب نقلي لاي فرع للشركه بره. افرض ما وافقوش؟ يا ست ساعتها هستقيل واشتغل معاكي.